ازيكم يا جماعه؟ معاكم الابن الضايع، ومعايا حد مميز جدا جدا، الشخص اللي انا استلهمت فلسفه الابن الضايع منه. حبيبي استاذ مؤمن الديب. شرف لي يا عمر حبيبي. على فكرة ابنك ضايع عنده في الشوارع تقي يعني الفاظك شويه، بلاش كلمه ف شين خ. باسم رب العباد اللي مداولنا الجراح، ده حكاية الفنانين المغمورين الشقيانين. عامل ايه؟ كله بالسليم معاك. كاننا يعني لسه شايفين بعض دلوقتي كأننا مش كاننا بنحضر الكادر من نص ساعه او شفنا بعض اصلا من راس السنه واكلنا كبده يوم الافتتاح. انت شرفتني ونورتني في الاستوديو، وبرحب جدا بكل متابعينك اللي دمهم خفيف زيك، اللي بيحبوا الهزار. الابناء الضايع طبعا يا جماعه. جالكوا الميم لورد بتاع كلمه الابن الضايع اصلا. الاب الضايع. الاب الضايع. انا مش ضايع يا عم انت. قصدي الاب للابناء الضايع. الاب الروحي للابناء الضايع. حرفيا انا مبسوط بجد. انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك يا استاذ مؤمن. ربنا يخليك يا عمر. ربنا يخليك يا صديقي عمر. يعني بلاش استاذ ولا حاجه، عادي عمر عموما. يعني عشان برضه فرق السن. لا عادي. انت اخويا حبيبي. كام سنه؟ انا المفروض 10/7 اللي جاي هكمل 30 سنه. 30 وانا لسه 4 هكمل 20 سنه، فرق 10 سنين. عادي قول لي مؤمن، مفيش برضه عادي يعني. انت ممكن تقول لي يا استاذ على فكره ومن جواك ما تكونش بتحترمني، فانت ممكن تقول مؤمن وبتحترمني من جواك. فاهم الفكره؟ فالالقاب مش بتخلي الحد يحترمك، انت بتحترم الشخص عن طريق معاملتك. فاهم. بس انا مبسوط جدا يعني ان احنا عرفنا نحول. اصل هي كانت فيه شبه كده بيف ما بيننا. عارف اللي هو البيف اللي هو حاجه عداوه على النت كده صغيره. حاجه لا مفيش بيف ولا اي حاجه. ليه بتقول الموضوع ده؟ عشان انا عملت فيديو، فعشان انت عملت كوبي رايت سترايك. فالموضوع كان غريب، كان اكورد في الاول ما بيننا. وعشان برضه الناس ممكن ما تكونش ناس جديده بقى، ممكن ما تكونش فاهمه اللي حصل اصلا. انا كنت عامل فيديو بتكلم فيه عن مؤمن الديب والماسونيه والمواضيع دي كلها. بس فاهم الموضوع، احنا البيف انتهى ودلوقتي الموضوع ما بيننا بقى سلس وبقى عادي. خليني اتكلم معاك بصراحه. انا ما كنتش شايف خالص ان الموضوع بيف. الموضوع بالنسبه لي كان يعني ايا كان بقى الفيديو في حاجات معينه او في مثلا حاجات ضايقتني فيه او لا او كده. انا بتكلم في حته ان كعمر الشاطر انت دمك خفيف وبتعمل الموضوع بشكل مميز. وانت عارف ان انا بتابع كل حلقاتك تمام. بس انت عارف ان انا يعني حته الرياكت ما بحبش ان احنا نرياكت على ناس عشان ممكن ده يزعلهم ويخلي احساسهم جواهم مش مظبوط، وممكن انت تشكك الشخص في نفسه. فاهم الفكره؟ مش شرط ان محتوى الرياكت يكون على انسان. انت ممكن تعمل رياكت على موقف، على مشهد كوميدي في فيلم، على حاجه او على قضيه معينه. فاهم؟ المهم عشان ما ندخلش في قصه يعني كده. انا بالنسبه لي مش زعلان من اي حاجه، وانت اخويا الصغير وانا بحبك، ونورتني في الاستوديو جدا جدا. استوديو يا جماعه، بصوا بقول لكم شغل عالي. شغل عالي. قبل اي حاجه يعني هو طلب غريب ماشي، عشان انا دي حاجه فيا وفي كل الجيل بتاع اليومين دول، شباب اليومين دول. ربنا يستر يا عمر. قول. اسمه ايه ده؟ في كلمه انا بقولها في وسط الكلام كتير من غير ما اخد بالي والله. وخايف اقولها. فيه شين خ. ايوه فيه شين خ. شفت انا فاهمك ازاي؟ انا خايف اقولها من اول، عمال اقول جدا، بس هي كلمتي فشخ. انا بقولها بس. ليه يا عمر؟ ليه لازمتها ايه؟ فاهم ليه يعني؟ ما هي مالهاش اي لازمه. احنا عندنا لغه احلى من كده بكتير. ليه ما نقولش جدا قوي زي الحاجات العاديه؟ ليه؟ فاهم؟ ما هو مش عارف انت يعني الجيل اليومين دول كله بقى بيقولها بطريقه عاديه. الموضوع بقى عادي اصلا. انت عارف معناها ايه قبل ما تقولها؟ عارف معناها ايه قبل ما تنشرها على متابعينك او اصلا تقولها في الشارع في كلامك العادي؟ الكلمه دي معناها ان وضعيه في وضعيات ال يعني لما بتيجي تتجوز وكده بتعمل وضعيه في الايه. فاهم؟ مش عايز افسر بقى عشان خلاص. فانت عارف لما تقول ده كل شويه انت بتقول كذا كذا. ما انت انت واخد بالك ده ايه؟ يعني انت حرفيا انت عمال
تقول في كلمه اصلا بتتقال بس على يعني بتتقال في الوضع ده. بس راجل مع زوجته في الحلال، او واحد أيوة. وواحده في الحرام، ايا كان اي علاقه بتندرج تحت بند اللي مش عايز اقولها. بس هي كلمه بتتحط، ما ينفعش تتحط في السياق العادي ما بين الناس كل يوم، بس اللي هو ما ينفعش اقول انا بحبك فشخ، دي هتبقى حاجه غريبه. انت قلتها تاني فرصه دلوقتي. ماشي، مفيش كوكيز بقى على فكره. العقاب. لا بهزر. يلا خد بقى الفرق. يلا بينا، وانا كمان اكل معاك اهو. بص يا جماعه، برودكشن جايبين كاميرا، قصدي التليفون بتاعي، اضاءه، كوكيز، شاي، يعني شغل عالي. يعني انا حاسس دلوقتي نفسي منى الشاذلي، بس هي على قليل قوي. حتى في نوتة هنا نايس، بس انت تعيط بعد كده اقول لهم نطلع فاصل بس يا جماعه لو سمحت، ونجيبوا له ميه وموسيقى تصويريه وقران والشغل ده. واحده بس. سؤال اللي هو سؤال بديهي قوي. يلا بينا. الغنى ابتدى معاك ازاي؟ الغنى ابتدى معايا اني وانا صغير زي اي طفل عادي جدا. كم سنه؟ واقف في البلكونه في تانية حضانه اولى حضانه. تانية حضانه ده بجد والله العظيم. واقف في البلكونه زي اي طفل عادي. بيدندن بيغني عادي، كلنا اطفال بندندن. الاقي جيراني كان الله يمسيهم بالخير طبعا لو بيشوفوا الحلقه، كانوا 3 بنات جيراننا او بنتين، وفي البلكونه التانية برضو كان في بنتين. تمام. الله يا مؤمن انت صوتك حلو قوي، ايه ده؟ ربنا يخليكي، واتكسفت وشي احمر. كنت صغير بقى فاهم. دخلت البيت عادي مفيش اي مشكله خالص. الاقي والدي بيقول لي يا مؤمن الناس بتقول جيراننا ان انت صوتك حلو بتاع، ما تسمعنا كده يا ابني وبتاع. غنيت حاجه بتلقائيتي، مفيش بقى تمرين ولا كلام من ده ولا كل الكلام ده يعني من عند ربنا كده سبحانه وتعالى. طفل وعادي بيغني عادي خالص. غنيت حاجه عاديه جدا برضو، ما غنيتش حتى يعني حاجه لأم كلثوم ولا كده، ده انا غنيت حاجه كنت بحبها في الكرتون وانا صغير او في الانمي. سبيستون الكلام ده بالظبط. طبعا يعني على جيلك انت ما حضرتش ده. انا كان اخري، انا كنت بحب دورة. انا كنت من العيال مع تيا اللي بتتفرج على دورة. ما تقولش على نفسك. بحب دورة وجيمي نيوترين بس ما علينا. المهم سمعتهم، الله صوتك حلو بتاع 100. طب بص يا مؤمن، احنا عندنا فرح مثلا ابن عمك قرب اهوت. تمام. انا هسمعهم صوتك كده ولو هم تمام غني معاهم في الفرح، غني في الفرح نفسه. ده انت حرفيا خدتها من بدري قوي، لو شغلانه حرفيا جات لك من انت وصغير. مفيش اي حاجه في دماغي غير ان انا بدندن. انا بدندن. الموضوع كان اول فرح في حياتي غنيت فيه، كان فرح فتحي الديب ابن عمي. وكان الفرح العيله طبعا كلها حاضره، وكان مدرس الانجليش بتاعي الله يرحمه ويحسن اليه، الله يرحمه استاذ محمد الماحي، ابويا روحي في الانجليش، وهو السبب ان انا قدرت ان انا اتعلم الانجليش بطريقه صح جدا. حتى انا لما جت عليا فتره على فكره كنت مدرس انجليش، دي حاجه ممكن انت ما تعرفهاش والناس ما تعرفهاش. دي حاجه جديده. تمام. اتعلمت ده منه هو. كنت بستعين بالتعليم اللي كان بيديها لي وانا صغير من خلال اسلوبه معايا في الشرح، في التدريس، في كل حاجه. اسلوبه اثر فيك كمعلم جدا طبعا. يا رب يرحمه يا رب، اللهم امين ويحسن اليه. كان شخص محترم جدا جدا. كان حاضر الفرح. استاذ محمد الماحي ده كنت اخلص الاغنيه، هو طبعا كان من ضمن المعازيم، بلاش بقى نقول جمهور، لا معازيم عشان ده فرح. ايوه تمام. اخلص الاغنيه، انزل يبوسني ويحضني واطلع تاني. برافو يا حبيبي، يلا كمل يا مؤمن، برافو. كان من اكتر المشجعين ليا والله العظيم يا عمر، قسما بالله. في بدايه اي حصه، مش في بدايه اي حصه بمعنى الكلمه، معظم الحصص. طب يا جماعه يلا نبدا، بس قبل ما نبدا هسمعكم النهارده صوت جميل، يلا مؤمن غني، في بدايه كل حصه. ده اللي هو حرفيا يعتبر اول فان من بدايه كل بدايتها. ربنا يرحمه ويحسن اليه والله. بعد كده كل ده كان عندك كام سنه؟ في البوتقه بتاعت 8 سنين 10 سنين ده. اللي هو كنتش لسه عديت 10 سنين اصلا. ما عديتش 10 سنين بالفعل. يعني كنت في الرينج ده. تمام. مفيش اي مشكله. غنيت. طبعا رد فعل الناس في الفرح كان حاجه الحمد لله والشكر لله. يعني لو كان الموضوع ده التصوير كان معايا دلوقتي كنت وريته لك في المونتاج، ده كان زمان. بس هو طبعا حاليا مش معايا. خلصنا الفرح، الناس تكلم والدي، ايه يا حاج ما تخلي ابنك يغني، انت ساكت عليه ليه؟ قدم له في حاجه، قدم له في مسابقات. وقتها بقى كان ممكن يكون في حته الانتاج،
ان حد ياخدك يعجبه صوتك ينتج لك. المهم يلا بينا قدم له اعمل له. وقف معايا كتير جدا والدي، جدا جدا جدا. بعد كده الموضوع ابتدى ينتشر عندنا في المنطقه بتاعتي في السكن. الاذاعه المدرسيه بقى كانت هي البدايه الحقيقيه بالنسبه لي. يعني الاذاعه المدرسيه انا كنت ابتديت فعلا ابقى واقف قدام عدد كبير، مدرسه كامله، شوف كم طالب، الناظر، المدرسين، شوف بقى كمان مش قرايبك، فلو انت لما تقول حاجه وقتها مش هيطبطبوا عليك، لا لو حاجه مش قد كده هيضحكوا. الله يفتح عليك. دي نقطه كنت لسه هذكرها لك حالا. الفكره وما فيها ان انت واقف قدام ناس مش قرايبك، مش هيجاملوك بس ودي تاني حاجه ابتديت اغني فيها بعد الفرح بتاع ابن عمي ده. تمام يا جماعه، مين اللي صوته حلو هنا؟ عايزين حد يغني معانا في الاذاعه المدرسيه. مش عارف ارفع ايدي ولا لا يا عمر، مش عارف في المدرسه ارفع ايدي ولا لا. انت موهبتك كانت لسه كنت شجاع عشان تظهرها للناس. محرج، مش عارف اعمل ايه. وفي نفس الوقت ماشي يا ميس انا بص، وانا خايف قوي جوه نفسي كده، والموضوع اهو برفع ايدي وانا على نفسي، يلا نزل، يلا لا ارفع، لا فاهم. تعالى لحظه، تعالى دي ربنا ما يوريك. يعني انت بص، لو مش هتحس الاحساس اللي انا بقول لك عليه ده الا لما تقف في ايفنت قدام الناس وتتكلم قدام عدد. انت دلوقتي بتتكلم في كاميرا قدام ناس، سواء في استوديو مؤمن او في البيت عندك في الاستوديو بتاعك او ايا كان. مفيش عدد، مفيش كل واحد بنظرته، كل واحد بكلمته، كل واحد بالرياكشن بتاع وشه. والنقد هيجي في وقتها، لو حد قال لك كلمه في وقتها هيضحك، هيبان ثقتك في نفسك هتتهز. اصدق نقد ممكن تشوفه في حياتك هو النقد المباشر. هو النقد بتاع الناس اللي انت حاضر وسطهم، شويه كومنتس وبتاع. لا الفيسبوك ده انت تقدر تزيفه باي شيء. الكومنت تقدر تعمله تعديل بس. لكن فعل الناس الحقيقي مش هينفع يتعمل. خلاص هو رياكشن وشه على الوهله الاولى بيبان بس. صوتك حلو ولا وحش. الحمد لله والشكر لله. كنت اول اغنيه غنيتها في حياتي كانت انشوده. تمام، كانت طالعه البدر عليا. خلصت الانشوده يا عمر، واوبا بيني وبين نفسي، اوبا يا ترى رد فعله ايه؟ بص انا هتعمل كده. سمعت كميه تسقيف، يا واو ايه ده. لا خلاص انا كده تمام. اخدت الثقه، يلا بينا، توكلنا على الله. حفله في المدرسه، حفله تانية في مدرسه تانية، الدنيا فتحت. تمام. مين يا جماعه مطرب المدرسه؟ مؤمن. تعالى يا مؤمن، احنا عندنا حفله وعندنا مسابقه. فتمام، دخلت المدارس، الحمد لله حققت المدارس بتاعتي بوزيشن حلو جدا. تمام. اي رحله لازم مؤمن يطلع. اي رحله، طب يا جماعه انا مش هطلع. لا مش طالعين الرحله. طب ليه مش هتطلع؟ بص خلينا اتكلم معاك بصراحه. ايوه قول. انا طول عمري بحب الناس جدا. بحب ابتسم في وشهم، بحب اتعامل معاهم. ربنا يقدرني يا رب واكون سبب مساعده ليهم. لكن لا انا بكلمك على يعني سواء وانا كبير او حتى وانا صغير. بس ما بحبش ابدا حته ان انا اكون متواجد دايما وسط الناس. فهمت. ده تحس انه بيرهقك من طاقتك. مش حته كده. اغلب الوقت انا بحب الهدوء. بحب الوحده اكتر بصراحه. انك تنعزل مع نفسك شويه معظم الوقت. يعني الموضوع ده حتى دلوقتي بحاول اعمله، بس مش عارف. انا دلوقتي راجل متزوج، فمن حق زوجتي ان هي تكون ليها كل الوقت. في نفس الوقت انا احيانا كتير بحتاج ان انا ابقى لوحدي. وقت لنفسك، وقت لنفسي. مش مثلا هي عشان مقصره في شيء لا قدر الله، لا دي الطف حاجه في حياتي واحلى حاجه حصلت لي في حياتي. ربنا يا رب يبارك فيها ويحفظها يا رب، اللهم امين. انا بتكلم في حته انا بحب معظم الوقت اكون لوحدي. فمش عايز جو الرحلات، فمش عايز جو ان انا اكون دوشه وزحمه وده يخبط في ده وده يعمل في ده. والمدارس الحكومه بقى اجرك الله انت يعني. بس الكلام ده مش عشان بتكره الناس، لا ده عشان انت بتحب تنعزل شويه مع نفسك. اكيد. ده انا في اول كلامي قلت لك انا بعشق الناس، بحبهم جدا. عشان في فرق. في ناس بيبقى الموضوع ده دافع عنها انها اصلا في كراهيه للناس كده، بتحب تنعزل، وده غلط. بالظبط. انما في ناس انطوائيه شويه، عندها نسبه من الانطوائيه. بالظبط. شبه مثلا حالتك، مثلا انت بتحب تنعزل شويه مع نفسك كل فتره. وبرضو عشان ما حدش يقلد اللي انا بقوله دوت، مش صح اصلا انك تنعزل مع نفسك على طول. زي ما عمر قال كده، في انسان بيبقى عنده سنه انطوائيه، في انسان بيبقى عنده حته ان هو عايز يكون لوحده على طول. لا، الوحده على طول ده غلط كبير جدا جدا. مش بقولك ان انت تبقى موجود غصب عنك، بس شويه وشويه
الحياه قائمه على حته خير الامور الوسط، ما تبقاش لوحدك دايما وما تبقاش وسط الناس دايما، وقت لنفسك ووقت للناس، عشان بس ما حدش يفكر ان انا لما اقول ان انا بحب الوحده فلا ان ده حاجه صح انه يكون لوحده. لا ما ينفعش، ما ينفعش. انا كان لي تجربه مع الموضوع ده، ولقيت ان اللي نزلوا الوحده، الحياه اصلا مش مشروع فردي، لا انت لازم يبقى معاك ناس، مجموعه معاك صحابك، معاك عيلتك. اكيد زي ما قال كاني ويست في انترفيو، ما اعرفش كاني ويست ده ولا لا، بس ده ارتست اجنبي كده، قال لك لايف از نوت سولو بروجكت. نبي بتقول ايه؟ كاني ويست رابر اجنبي. انت قلت رابر اجنبي مش نبي صح كده؟ لا ما قلتش نبي. لا اوكي. كاني ويست رابر اجنبي قال لك الحياه مش مشروع فردي، نوت سولو بروجكت. اكيد. بعد تعرف كده انا فكرتني في فيديو ليك زمان انا بحبه قوي، فيديو ليك انت بتقول كنت شاب كده تقريبا، كنت في سني، كنت بتقول انا دايما طول الوقت بحب الوحده. عايز اقول لك ان الفيديو ده تقريبا الفيديو الوحيد اللي ده ما كانش هزار ولا كان كاركتر، ما هو كان عادي. ساعتها انا كنت شاب فعلا في سنك، ويمكن اصغر منك كمان بسنتين او سنه. انا كنت فعليا بلعب في ال 17 18 سنه وانا بصور الفيديو ده. عارف الشخص اللي هو ايه، جالي اسئله يا مؤمن انت ايه اكتر حاجه بتحبها، انت ايه اكتر حاجه بتحب تكون موجود فيها. فنزلت الفيديو ده على هذا الاساس. طبعا كنت صغير بقى وعملته في حسن نيه وبتكلم على فطرتي قوي وعارف واحد بقى بريء نقي كده مفيش في دماغه كاميرا ولا مش عارف ايه. اكمل لك. بعد كده الرحلات تمام، المدرسين يجوا يقولوا لي مؤمن هتطلع رحله ولا لا؟ ماشي يا استاذ هطلع، مفيش مشكله، خلاص يا جماعه مؤمن طالع يلا. طب هم بقى الطلاب كانوا يسالوا مؤمن هيطلع ولا لا؟ يطلعوا. مؤمن مش طالع للدرجه دي؟ لا خلاص يا استاذ. ما هو مؤمن هو الشخص هو اللي بيخليهم يبقى فيه ترفيه في الرحله، بيعمل فايب وجو للرحله، بتعمل طاقه بتخلي الناس كلها تفرح تنبسط كلام من ده. طبعا على ايامنا ما كانش في حاجه اسمها مهرجانات. احنا اكتر حاجه كانت منحرفه عندنا. ايه اكتر حاجه صياعه؟ اللي تخلي المدرسين يقولوا لنا بس يا اولاد عيب كده، اغنيه علي يا علي بتاعت عماد معرور والعنب من العنب انت متخيل؟ والله العظيم دي حاجه، ودي كانت اقصى قمه انحراف عندنا في الجيل بتاعنا. لا ده احنا الجيل بتاعنا ماسكين بشكل فوق ما تتخيل. امال بجد يعني مثلا يعني اللي بيحصل دلوقتي ده لو كان حصل زمان، اللي بيحصل ده احنا الجيل بتاعنا كلنا، احنا الجيل بتاعي انا جيل الالفينات ده او التسعينات بمعنى صح، جيل التسعينات ده احنا كلنا لما ابتدى ظهر المهرجانات والراب والحاجات اللي هي حاليا منتشره موجوده تبقى فجاه قوي دي، احنا كلنا استغربنا واتصدمنا. ايه ده؟ احنا الحاجات دي ما كانتش موجوده على ايامنا. فانتوا ده احنا ايه، بص اكل العسل حلو ده انحراف بتاع عماد معرور العنب ده انحراف بالنسبه لنا. انما على ايام انا في المدرسه وكده كان مش عارف انا خايف اقولها، بس كان مهرجان زق زقه، هو ده ربنا يهديهم اللي مغنيه هو ده كان المهرجان. وايه تاني عندك؟ كان حاجه صايعه زق زقه ومهرجان البت مديحه. بس يا عمر استهدى بالله في قلبك مش الدرجات دي. كانت اقصى حاجه عندنا اللي احنا منحرفين قوي. تمام، عماد معرور، سحر الصغير، اركب الحنطور، امينه، ده بالنسبه لكم دلوقتي كلاسيكيات. انا عارف ده حاجات ام كلثوم دلوقتي نوستالجيا بالنسبه لكم. تمام. انت مطرب. طب انت مطرب عباره عن ايه؟ او ايه اللي يثبت ان انت مطرب؟ انت مالكش سي دي، مالكش شريط. ساعتها كان السيديهات والشرايط، ما كانش في حاجه اسمها فلاش على ايامنا، ولا كانش في يوتيوب اصلا، ما كانش في نت اساسا، كانش في او كان في بس على مستوى العالم. عندنا في مصر ما كانش الموضوع منتشر. طب انا عايز اثبت للناس دي ان انا مطرب، ان انا بتسمع زي بقيه المطربين. ايوه، تامر حسني منزل شريط، عمرو دياب منزل. انت مطرب بأمارة ايه؟ انت مين؟ انت مطرب ايه انت؟ ابتديت ان انا العب على حته ان انا الاغنيه بتاعتي تتسمع في شريط او في سي دي او اي حاجه. كنت بعمل ايه يا عمر؟ اقسم برب العزه كنت اجيب حاجه اسمها ووكمان، مش عارف انت اسمها ايه؟ ووكمان ده الجيل بتاعك ما حضروش. انا اول مره اسمع عنها دي. الووكمان ده بالنسبه لكم دلوقتي زي الموبايل كده، بوصل بيه السماعه واحطها في ودني واسمع اغاني. اللي هو على الشريط. طب عايز اسجل، سبحان الله في اوبشن ان انت تعمل ريكورد على الشريط. تطور جميل تكنولوجيا. يا نهار ابيض، ده احنا كده، ده احنا وصلنا لاخر العالم وقتها طبعا. الكلام ده مش دلوقتي. تمام. كنت بجيب اغنيه على الكمبيوتر. ساعتها الكمبيوتر كان متواجد عادي الحمد لله ما كناش لسه يعني ما كانش الموضوع منحدر لسه، كان في كمبيوتر الحمد لله. كنت باجي على كمبيوتر
اشغل مثلا اغنيه بحبها لتامر حسني، الاغنيه اللي ثامر الجيار حاليا بيعمل عليها الجيار لا يختشي، هي دي هي دي الاغنيه اللي هي اسمها هي دي. ايوه تمام. الميوزك مثلا كانت بتبقى شغاله لا 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 لا، لما يجي يغني اوطي الصوت من السماعه، اقول انا مكانه يا او معلي تاني لا 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 لا، اوطي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا. فهمت، حاول تحاكي. انت شايف الصعوبه في الموضوع عامله ازاي؟ ولا في مونتاج ولا في ميكسر ولا كلام من ده. فالموضوع انك كنت بتفتكس على قد ما تقدر عشان تثبت للناس ان انت مطرب. طبعا دي كلها بالنسبه لي حاجات فيما معناها كده بمعنى ادق هي كوميديا دلوقتي بالنسبه لي، بس وقتها كانت حاجه مهمه جدا. تمام. والحقيقه انا الحاجه دي لما بفتكرها بقعد اضحك، وفي نفس الوقت اللي هو ياه ايه ده، كنت عايز اعمل حاجه. بعد كده لقيت الموضوع لا مش مظبوط، فبعد كده اخد الشريط اللي انا سجلت فيه ده، ايوه، انزل اوزعه على الناس، تسوق لنفسك بقى، اسوق لنفسي. شغل بقى ايه اللي احنا فين، الشغل التجاري ده الاعلان الممول الغلابه. ايوه تمام. اخد ده، السلام عليكم يا رئيس انا مطرب وكده واسمع صوتي. بص يا حبيبي انت صوتك حلو وكل حاجه، بس مفيش جوده، مش شغل احترافي، مفيش احترافيه. تمام. فانت المفروض تعمل زي المطربين عشان اشتري الشريط بتاعك. ابتديت العب على حته طب هما المطربين بيعملوا ايه، طب انا عايز اعمل استوديو. ومن هنا بقى يا عمر ابتدت الانطلاقه فعلا. هي دي السباركل ده، دي الشعله اللي جات لك عشان وكبرت بقى وبقى كل ده بالظبط. انا عايز اسجل لنفسي. اسجل لنفسي لازم يكون فيه مايك واستوديو وزراير كتير من اللي انا بشوفها في التلفزيون طب يا رب اعمل ده ازاي، اعمل ده ازاي؟ انا مفيش حد في عيلتي يفقه في الموضوع ده، ولا حتى البلد اللي انا فيها. ده منظور ما كانتش ساعتها البلد المتطوره قوي في حته ان يبقى فيه استوديوهات وحد يكون فيه صناعه ميديا اصلا. مش زي القاهره واسكندريه، مش زي المحافظات الكبيره، مفيش مقارنه اصلا. تمام. طب اعمل ايه؟ كان عندي حد صديقي وما زال موجود طبعا، بوجه له كل التحيه، محمد بخيت، من افضل اصدقائي. فكان بيستخدم برنامج اسمه فيرتوال دي جي. بقيت بعمل ريميكسات. فيما بعد اكتشفت ان في ميوزك فاضيه. محمد الفحار صديقي برضو ربنا يحفظه ويمسيه بالخير، قال لي يا مؤمن ما تجرب كده تغني على الميوزك دي. بيت بس مش راب، رومانس. البيت يا عمر سمعته لقيت نفسي بألف عليه كلام تلقائي، بتفري ستايل، وبلحن الكلام، بألفه وبلحنه في نفس اللحظه في نفس الدقيقه. طب فاضل ايه؟ فاضل المايك. ننزل بقى احنا ندور على المحلات بتاعت الكمبيوتر. ما كانش فيه طبعا كوندنسر احترافي زي ده ولا كلام من ده، على قديمه خالص يعني. ده حاجه يعني مخرج واحد وكانت طويله كده ربنا لا ما يوريك ابدا، وكنت امسكه كده حاجه متعبه يعني. ولما اجي اغني فيه ما ينفعش ايدي تتحرك كده، يا اما الصوت هيعمل خروشه في التسجيل. يعني انت لازم تبقى ايدك زي الستاند. سجلت اول اغنيه ليا، سمعتها لاصحابي، ما كانش فيه فلاتر، ما كانش فيه اوتو تيون، ما كانش فيه ريفيرب، ما كانش فيه اي حاجه في الهندسه الصوتيه، والصوت كان طالع كويس. بس عارف برضو ناقصه التاتش بتاع الاغاني اللي احنا بنسمعها دي. مش هو انت بتسمع كده انت وشاب، لا مش هو ده اللي شبه تامر حسني. الله يفتح عليك. وكان فورة جيلكو وقتها كان مين؟ عمرو دياب. التوب الفنان تامر حسني هو اللي كان واكل الجو وقتها طبعا. تامر حسني ده باغنيه كابتن هيما، هي دي كان هو الشقاوه كلها وقتها. وقبلها فيلم عمر وسلمى، ما يهمنيش منك. انا بحب قوي تامر حسني في الايرا دي، في الحقبه دي بحبه. الحقبه دي دلوقتي الصراحه مش فان ليه قوي يعني، بس انا عموما تامر حسني في الايرا دي انا بحبه، وبحب فيلم عمر وسلمى فشخ. هي ولد وقتها كنت دخلت في سن الثالثه اعدادي. والدي طول عمره مصاحبنا، مش اب وابنه وبتاع وكده. تحب يا ابني تدخل ايه، ثانويه عامه ولا فني ولا ايه؟ قلت له لا طبعا ثانويه عامه، انا ماليش في الجغرافيه والحاجات دي وبتاع مش عارف ايه. دخلت الثانويه العامه اسبوع ما استحملتش، قلت له لا حول لي فني، مش هعرف. عظيم باشا، والله يا باشا يا ريتني عملت كده. حطيت الموضوع قدامي كمستقبل، كحاجه انا عايز اوصل لها، كشيء انا بخطط له هوصل له، يعني هوصل له. انت الموضوع دلوقتي ما بقاش مجرد غنى ده موهبه، لا ده خلاص بجد. انا فعلا هاخد الموضوع على اساس ده. طيب انت هتعمل ايه يا مؤمن؟ انا هذاكر وانجح وفي نفس الوقت همارس هوايتي. الثانويه العامه ما كانتش بتديني الفرصه ان انا اقدر اعمل الهوايه او المستقبل اللي انا بخطط له في نفس الوقت بذاكر. انا كنت نفس اللي كنت فيها الحته دي مع اليوتيوب بقى، مش مع الغنى، مع اليوتيوب.
ما هو باختلاف باختلاف المسار بتاعك. انا عايز ادخل فني علشان اقدر اواظب ما بين ده وما بين ده. اروح امبارح حصتي في المدرسه، انام، بكره عندي تصوير في القاهره كليب. والدي صرف معايا كتير جدا في الموضوع ده. سجلت اول اغنيه. ايه جميل قوي انك تلاقي حد من عيلتك بيسبورت اللي انت عايز تعمله، احلامك واهدافك عموما يعني. افضل شيء. يعني والدتي اول حد اخد منه فلوس عشان اشتري المايك. هي كانت الفلوس دي مديها لي، تقول لي كانت فلوس الدرس المفروض. انا فكسر الدرس ورحت جبت بقى المايك، وبعد كده اديتها لها اضعاف يعني. ربنا يخليها لك يا رب، ربنا يخليها لك يا رب. فتمام يلا بينا. عملت الموضوع، عملت مكان، عملت دنيا، عملت بتاع، بس ما عنديش حته ان انا اعمل المزيكا. كان عندنا استوديو في دمنهور سجلت فيه اغنيه. والدي ساعتها صرف ساعتها مبلغ وقدره كان في الوقت ده 1000 جنيه بمقام 10000 جنيه دلوقتي. 1000 دولار كان 6 جنيه ولا اقل تقريبا. تمام. سجلت الاغنيه، سمعتها للناس، نزلتها على النت، حبوا الاغنيه جدا جدا. كانت اول اغنيه في حياتي سجلتها في استوديو حقيقي، اغنيه اسمها مش حاسه. مش حاسك، حاسه، مش حاسه، مش حاسه اني حبيبك ليه واللي بينا بتقضي عليه. بعد كده سجلت الاغنيه، فضلت مع نفسي واحده واحده لحد ما اتعلمت ان انا اعمل ميوزك. بفضل الله رب العالمين لقيت نفسي بقدر اعمل كل شيء كاغنيه، بس كل شيء، كلمات، الحان، توزيع، هندسه صوتيه. لقيت نفسي اتعلمت البرودكشن بتاع الغنى، انتاج الغنى، تسجيل الاغاني علشان اوصل صوتي. ما كانش في دماغي ان انا افتح استوديو، ما كانش في دماغي ان انا اكون منتج فني او اي منتج او ايا كان المسمى ايه او البوزيشن ايه. فيما بعد عملت الموضوع، اغنيه في الثانيه في الثالثه نزلتها على النت. تمام. كانت اول انطلاقه ليا على النت اغنيه قصه كفاح. ايوه قصه كفاح، انا دي عارفها، دي الحمد لله انا عاصرتها. عارفها. دي قصه كفاح اللي قلت فيها ايه عشان بس فكرني. باسم رب العباد اللي مدولنا الجراح، ده حكاية الفنانين المغمورين الشقيانين، عن شاب الناس حابينه، وهكذا بقى. عارفها. دي كانت اغنية حد اسمه فيلو. عملت الميوزك بتاعتي انا، اخدت اللحن بتاع اغنية فيلو وزودت الحان من عندي. وكان في اغنية قبلها يا ربي عشان ما انساش، اغنية اسمها مالي، ودي نزلت على قناة المولد. نزلت على قناة المولد. انا كنت اعرف ان قناة المولد دي بتجيب، انت فاهم يعني، دنيا خالص، ناس حرانة قوي يعني. بمعنى اللي هو حرانة مش لابسين. طبعا. ايه بقى يعني طبعا. ازاي؟ الموضوع ما فيه ان انا ساعتها كنت خلاص عملت اغنية وتمام ومية مية. طب عايزين نصورها كليب، نعمل ايه؟ رحت لشركة انتاج في القاهرة بدون ذكر اسمها، لان انا لو ذكرت اسمها متابعينك دلوقتي حالا هيدخلوا عندها ويسبوها بافظع الشتايم، لان هما وقتها نصبوا عليا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اقدر اخد حقي على فكره، بس انا حسبنت ربنا. وسبحان الله هي فشلت وما كملتش اصلا. عارف حد اسمه رضا البحراوي؟ طبعا، مين ما يعرفوش رضا البحراوي؟ ساعتها ما كانش معروف زي دلوقتي، كان لسه بيبتدي. قدرت اجيب رقمه، كلمته، مساء الخير انا اسمي مؤمن الديب ولسه ببدا في شهرتي، من فضلك انا عايز شركه انتاج تنتج لي اغنيه. وهو اللي قال لي على الشركه دي. ما اعرفش هو كان يعرف ان هي كويسه ولا مش كويسه عشان ما اظلموش او اقول ان هو شخص وحش او حلو، بس كان قمه في التواضع وهو بيتكلم معايا. فعملت الاغنيه ديت. ساعتها المخرج هناك في الشركه قال لي انت لازم تجيب معاك بنت. قلت له ماشي جيب بنت، بس اوعى تخليها تلمسني ولا تخليها تلبس اي حاجه وحشه. شوف اكتر لبس مؤدب عندك وخليها تلبسه، وما تخليهاش تقرب لي، يا اما كده يا اما مش عايز ابقى مطرب اصلا، وباي باي ومع السلامه. شرط غريب اصلا. انا مش عايز بنت يا عم، انا مش عايز بنت، لا لازم بنت عشان يجذبوا بقى، فاهم، المشاهدين. وبالنسبه له اصلا ساعتها الموضوع كان زيه زي اي مخرج، احنا نجيب نأجر فيلا، نأجر عربيه، مطرب لابس سلسله يفتح القميص، نفس الاسطمبه بنفس كل حاجه وسجل كليشيه زيه زي اي مطرب. عمل لي كليب. الكليب ما طلعش الطف حاجه، ما عجبنيش اطلاقا بالمره. ما نجحش. والدي صرف ساعتها 10000 جنيه في الكليب. ده مبلغ، ما هو ده النصب طبعا. ما فيش داعي احكي لك على الكواليس اللي هي دخلت في الشركه لقيت الناس دول عمالين بيشربوا مخدرات، قاعدين قاعده مش مظبوطه، اتضح ان انا وسط ناس مش كويسين خالص. تمام. طبعا دي كلها كانت اجواء تكرهني في المجال كله.
بس طبعا لاجل الامانه مش كل الناس بتعمل كده. انت وقعت مع ناس. عملت الكليب، نزل ما حققش نجاح. عملت اغنيه قصه كفاح وما صرفتش فيها جنيه. عملته بمايك قسما بالله يا عمر ب 15 جنيه. ايوه قصه كفاح دي بمايك ب 15 جنيه. وعملت الميوزك ويلا بينا وتوكلنا على الله. عملته في المكان اللي والدي ربنا يخليهولي برضه سابهولي، كان بدرون كده. قسما بالله يا عمر البدرون ده كان الصرصار يقرف يدخل فيه. الصرصار يقرف يدخل فيه. ده انت كنت مخليه الاستوديو. دخلت المكان نظفته، وهو ده اللي سجلت فيه اغنيه قصه كفاح. اتسمعت على مستوى العالم العربي كله. في ناس من قطر كانت بتبعت لي قسما برب العزه، كان يبقى مشغل كده التراك بتاعي بتاع قصه كفاح ده في العربيه. إيه شلونك اخي هذه الاغنيه والله مش عارف ايه اللغه بتاعتهم. العيال طالع بقى يهجول في الصحراء وشغل طبعا ده بالنسبه لي واو ايه ده بومايه دي. انت دخلت بقيت وورلد وايد دلوقتي. ساعتها ما رضيتش اكمل لان اللي كان هيخليك تنجح موضوع المهرجانات، فقررت وقتها ان انا ابطل مهرجانات. ده اللي كان شائع بقى وقتها المهرجانات. الاغنيه دي عمر لما عملتها علشان كنت بوصف 5% من الحزن اللي انا كنت حاسه تجاه اي موقف صعب شفته في حياتي مع الغنى. انت خارج من كليب منصوب عليك فيه، في ناس لسه مش قادره تتعامل معاك على انك المطرب بالامكانيات اللي انت عايز توريها لهم. ما انت جواك حاجه بس مش عارف تطلعها لضعف الامكانيات. معاك فلوس بس مش عارف توجهها فين. تايه، كله بيحاول يستغلك وكده بس انت مش عارف فين الطريق الصح. فيما بعد عملت الاغنيه نجحت الحمد لله. بعدها بسنتين 3 الاقي اوكا واورتيجا بذات نفسهم مغنيين الاغنيه دي بكلماتي بكل حاجه ما عدا من غير استئذاني. وهم اصلا قالوا ان القصه قصتهم وكلماتهم. اللي نزل ساعتها المهرجان ده نزله جاب تفاعل، بس برضو الناس عرفت ان هو بتاع في الاخر بتاع مؤمن. تمام. وان اوكا واورتيجا سرقوا اغنيه من مؤمن. انا سالت نفسي سؤال كده، لو مؤمن انت شفت ان هو عامل حاجه ناجحه، طب ليه ما تكلموش وتتعاقد معاه؟ مش كورق يا اخي، اتعاقد معاه بالكلمه. تعالى يا مؤمن نشتغل مع بعض، تعالى يا اخي الف لي اغنيه. هم كانوا مستصغرين حجمك كمغني خالص. مش انا لوحدي، عملوا كده مع ناس كتير من دمنهور عندي على فكره، ومع ناس كتير كانوا بيسرقوا اغانيهم. يعني كاريرهم مبني على حاجات تمام. المهم الاغنيه انتشرت وتمام ومفيش مشكله. كملت بعدها كذا اغنيه كذا حاجه برضو انتشروا وتمام. وكان من ضمنهم اغنيه ولع الليله ولع. هي ده انا كنت عايز اوصل لها. انا عايز اعرف هتبقى انهي، لاني شكلك فيها يدي اللي هو 16 17. كنت لسه هقول لك سجلتها امتى ولا على الاولها. الاغنيه دي يا عمر انا سجلتها اصلا بس لمعلوماتك. الاغنيه دي بتاعت سعد الصغير اصلا. ما انا عارف. ووقتها في الحركه اللي انا كنت بتحركها وكلام من ده، الاغنيه دي اصلا انا ما كنتش عايز انزلها كليب. تمام. بس انا قلت كده ايه، اطلع اجرب اعمل زي ما بتوع المهرجانات بيعملوا. برضو ساعتها كنت على نياتي قوي في الموضوع. الموضوع اصلا ما كانش ترول، كنتش بتهزر ولا كان الموضوع كان بجد؟ بكل صراحه في الكليب كنت بهزر طبعا. هي دي حركات حد طبيعي. ايوه كله كان ترول. لا دي مش حقيقيه. المهرجان ده عملته هزار من ضمن المهرجانات اللي انا كنت بعملها. فبعد كده ظهر مسابقه اسمها مسابقه نجوم المهرجان. ودي اللي كان فيها 50 السادات واحمد فيجو عنبه وزوكش. يعني انت كنت مع كل اللي ظهروا دلوقتي دول من البدايه طبعا. تمام. وبالمناسبه كانوا ولاد زي العسل وكان دمهم خفيف جدا وكانوا يعني ناس كويسين جدا، بوجه لهم طبعا كل التحيه. دخلت وكانت المسابقه برعايه ستيلا، وانا ما كنتش اعرف ان هي بعد اللي هي ستيلا غير بعد ما خلصت المسابقه. انا اكتشفت ان المسابقه اللي انا كنت فيها برعايه شركه خمور وانا ما اعرفش. انت كنت على نياتك وقتها الدرجه دي؟ ما اعرفش ده ايه، ما اعرفش ايه ده. انا لقيت لوجو فماشي تلاقيه مشروب غازي مثلا اي حاجه. بعد المسابقه ما خلصت وبعد ما كل حاجه خلصت اكتشفت ان الفكره ان المسابقه برعايه شركه خمور. يا نهار اسوخ، انا اشتركت في شركه خمور؟ ده انا دخلت مجال المهرجانات ده اصلا علشان خاطر اعمل حاجه اسمها مهرجان هادف، اللي هو مزيكا ترقصك
ادخل في الفايبس بتاع الرقص والرفع عن نفسك وكل حاجه، بس بكلمات محترمه. اول ما دخلت عجبهم الصوت، عجبهم التراك، عجبهم كل حاجه. السادات 50 انت يا ابني هتنجح خلاص، وابصموا بالثلاثه ان انت هتنجح. لحد ما سمعوا اغنيه قصه كفاح وغنيتها في الحفله وسقطوني بسببها. ليه كده بقى؟ لان الاغنيه اصلا بتهاجم بتوع المهرجانات. فانت هنا جيت لهم على الجرح. انت ازاي تقول علينا اللي احنا بنقدم اسفاف؟ جيت من المسابقه دخلت انام، وطبعا انا لما بكون نايم بعمل موبايل صامت. قمت من النوم لقيت رقم غريب مكلمني، احمد فيجو بنفسه مخترع المهرجانات. دي الهدايه. وقتها كان شعور بالنسبه لي لا يوصف. انت واحد تحب تسمع اغانيه متابعه، لقيته بيتصل بيك. ده حاجه يعني كانت وقتها ساعتها بالنسبه لي واو. السلام عليكم، ازيك يا نجم، عامل ايه؟ الحمد لله. مين معايا؟ انا احمد فيجو. احمد فيجو مين؟ احمد اللي كنا مع بعض امبارح في المسابقه. احمد يا مؤمن. قلت له احمد مين؟ فيجو مخترع مهرجانات؟ قال لي انا ابيض. ازيك يا احمد، عامل ايه، اخبارك؟ كله تمام. انا عايزك تيجي لي عشان نسجل حاجه، انت عجبني شغلك وعجبني دماغك، وانا قررت ان احنا نشتغل مع بعض. قمت بقى يعني انت ما عندكش فكره عملت ايه في الاوضه. قمت اتنططت، يا ماما يا معتزه ده الحاجه يا جدعان، عملتها خلاص. كان حوار كبير قوي بالنسبه لي. شفت هناك حاجات مش لطيفه. مشيت اخدت احمد فيجو بره كده الاستوديو، قلت له احمد استاذنك بس انا عايزك ثانيه. انا مش عايز اكمل. ليه يا مؤمن وبتاع، في حد ضايقك؟ قلت له انت شايف الحاجات اللي جوه. قال لي انا عارف ان الجو ده جديد عليك وكده، بس يعني خلينا احنا حتى نشتغل مع بعض باسلوب جديد. قلت له لا والله انا كرهت المهرجانات، قفلت خلاص. انا ابتديت في المهرجانات عشان اخليها حاجه هادفه، وبالفعل نجحت ان انا اخليها حاجه هادفه كقصه كفاح. بس برضو كانت بتتسمع عشان كلمه مهرجان. ايه كلمه مهرجان؟ كلمه مهرجان ده في اعتقادي انا ان هي مزيكا بتسبب لك احساس الفرحه، فبتقول عليها كلام وخلاص. اتضح ان كلمه المهرجانات دي كانت اساسها انك تذكر المخدرات، انك تذكر الناس اللي مش كويسين اللي في الشارع، مش عارف. ده ابتداء عن كلمه مهرجانات. مش كل الناس طبعا ابتدت كده عشان ما بقاش بقول على كل الناس كده. أيوة. بس دي ابتداء كلمه مهرجانات بتشتغل في قاعده من اللي هي بتاعت الحاجات اللي مش كويسه، بنات ومش عارف. دي كانت ابتداء كلمه مهرجانات. وعرفتها لما رحت هناك في الموضوع اللي انا بقول لك عليه. أيوة. لما رحت مع احمد. مش احمد برضو اللي كان بيعمل كده، الناس اللي حواليكوا، الجو اللي الله يفتح عليك. أيوة. الجو اللي حواليه هو اللي عمل كده. فيما بعد رحت بلدي وقررت ان انا خلاص مش هرجع للمهرجانات تاني لاي سبب من الاسباب. ووقتها فعلا قطعت المهرجانات. دي بقى هنخش بقى في حقبه جديده بقى. خلاص انت دلوقتي حته المهرجانات رميناها لورا ظهرنا، وداخلين دلوقتي بقى في حته الاغاني العاديه عموما. بالظبط. بس بنفس المبدا، انك تحاول توصل رساله هادفه. من بدايه ما ابتديت اغني وانا داخل عشان اوصل رساله. ده السؤال بقى اللي انا عايز اساله لك. طبعا ايه اللي خلاك عايز توصل رساله هادفه من خلال الاغاني بتاعتك؟ لان الفن هو الشيء الوحيد اللي قادر يغير ثقافه شعب كامل مش انسان. فالفن ده لو كان هابط هيأثر على الناس بالسلب، لو هادف هيأثر على الناس بالإيجاب. زي ما انت شايف دلوقتي كده. ايه اللي منتشر؟ استمكا بونجا وهي الحاجة الهابطة هي اللي سائدة. فاللي سائد هو التعامل الغير لائق ما بين الناس وبعضها. الذوق العام. ايه اللي منتشر وسط الشباب؟ الأغاني. طب خلاص انا هعمل الحاجة اللي بيحبوها ولكن بالشكل الصح. أغنية الخمار. يلا نحيي البنوتة اللي بتلبس الخمار. انت لما بتيجي تغني اللحن انت ساعات بتطول في الكلام من غير ما تاخد بالك. يعني مثلا يلا نحيي البنوتة، شفت دي؟ بنوتة. انا مش بقولها البنوتة، ده اللحن بيمد معايا غصب عنه عشان اللحن. بعدها اللي بتلبس الخمار. الخمار. انا حافظ. ينفع اقول
القمر ده ما شاء الله بقى حاسس بانبهار، صح؟ ببقى حاسس بانبهار. ايوه. يلا نحيي البنوته. يعني ايه اللي خلاك تعملها؟ ايه برضو ايه كان الدافع للاغنيه اللي هقول لك. لما كنت فاتح الاستوديو وخلاص، أيوة. البدروم بقى استوديو، والمكان بقى نظيف ويستقبل اي حد، ومكان مجهز للتسجيل، واول استوديو تسجيل في دمنهور هو مؤمن الديب. تمام. في دمنهور كله انا اول واحد في دمنهور جامد. كنت اعمل ده. جامد قوي دي اغنيه تسجيل الاغاني والمناسبات اللي دخلها دمنهور بفضل الله سبحانه وتعالى هو مؤمن الديب. فيلا بينا، اي اغنيه تتسجل عند مؤمن الديب، اي حاجه تتعمل عند مؤمن الديب. اغنيه الخمار دي انا سجلتها ليه؟ كنت بقول لك بقى في الاستوديو ده في ناس عملاء عندي جم سجلوا بنت ووالدتها بيسجلوا اغنيه عادي خالص، اغنيه دينيه. تمام. فالام بتتكلم في التليفون، استاذنك بس يا استاذ مؤمن ثانيه بس هعمل مكالمه وجايه. حاضر. صوتها كان عالي فانا سمعتها، والبنت كمان سمعتها. انت مالك انت؟ هي حره تلبس اللي هي عايزاه. انت مش هتحكمها. دخلت لقيت البنت وشها اتقلب واتغير كده. البنت دي كانت مختمره. والدتها بتقول لها ما تزعليش، هو جاهل وما بيفهمش حاجه، وهو بيقلد التقليد الاعمى بتاع الغرب، ما تركزيش معاه. ايه ده؟ هو كان عايز تقلع الخمار؟ تخيل. يا رجاله دي. لا، في رجاله كده كتير دلوقتي، ومع الاسف بالنسبه لي دول ما يطلقش عليهم اسم رجاله. دول رجاله في البطاقه بس مش في الشخصيه. انت عايز تقلع زوجتك او خطيبتك، يا اخي ده انت المفروض بتلبسها. انت المفروض بتحافظ عليها. انت ماشي بالعكس ولا ايه؟ فلقيتها ايه ما تزعليش يا حبيبتي، ده انت قمر، ده انت مش عارف ايه، احضرنا يا استاذ مؤمن في الحوار ده، تحت امر حضرتك. طبعا هم بيتكلموا، انا ايه انت بشتغل بس انت غصب عنك سمعت. مفيش مشكله بقى، ما هي بتتكلم اصلا قدامي. احضرنا يا استاذ مؤمن في الموضوع ده، تحت امرك اتفضلي. حصل كذا 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 كذا. خطيبها عايز يقلعها الخمار، وبيقول لها ان ده لبس ارهابيين، وان ده كذا وكذا 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 وكذا. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ قلت لها انا عايز اسالك سؤال بسيط. لو حضرتك قدامك اللي هي الحلويات مفتوحه وحلويات متغلفه، هتاكلي انا سالتها هي انت هتاكلي انا؟ قالت لي اكيد الحلويات متغلفه. قلت لها تمام. لو انت عندك عربيه، العربيه دي هتسيبيها كده مركونه في الشارع اي حد يخبطها يعملها، ولا هتغطيها وتحافظي عليها وكذا وكذا وكذا؟ قالت لي لا طبعا هغطيها وحافظ عليها. قلت لها سبحان الله، ما بالك بقى دي مراتي، لا اغلى عندي من عربيتي واغلى عندي من نفسي. انا بعمل كده مع عربيتي اللي انا شاريها مثلا ب 40,000 ب 50,000 ب 100,000 بايا كان الرقم ايه. يبقى مراتي اللي ما تسواش غير، يعني ما تسواش كنوز الدنيا، ما تسواش غير الماس، مش الالماس ده، الالماس كمان مش هحافظ عليها؟ اكيد هحافظ عليها. يبقى انت يا ماما مش غلطانه، وانت يا بنتي انت لابسه كويس جدا. دي حاجه بديهيه انا اصلا مش محتاج اتكلم فيها. ده يا ريت كل البنات زيك، افتخري بنفسك. وخطيبك اللي زي كده لو هو مش حابك ده، مش حابك بالشكل ده، يبقى لا انت دماغك زي دماغه، ولا في بينكم تقارب في الافكار ولا اي حاجه خالص، وبعدي عنه. ده بقى يروح له يشوف له اي حلوه كده متعريه بقى ملموم عليها النمل انت عايز واحده تتمنظر بيها، عايز واحده بشعرها، عايز واحده لابسه ضيق، خلاص اتجوزها، مالكش دعوه بالمحتمله. لقيت البنت متضايقه فقررت ان انا اعمل الاغنيه علشان الموضوع ده. اول حد بعت له الاغنيه بعد ما عملتها هي البنت دي. تلاقيها كانت، انت ما تتخيلش رد فعلها ورد فعل والدتها كانت ايه. وقبل ما تسمع الاغنيه بكام يوم على حسب ما هي حكت لي ان هي كانت اصلا منفصله عن خطيبها ده. الاغنيه انتشرت، في ناس كتير من اللي هم في ناس مش فاهمه الشخص ده بيعمل ايه. اغنيه وللخمار؟ نعم، احنا عم متعودين على الاغاني اللي هي علي يا علي، العنب العنب، مش عارف فاهم كده. ايه يلا نحيي البنوته ايه ده؟ شفت نظريه ان احنا ندس السم في العسل؟ انا عملت العكس. انا دسيت العسل في السم بحيث فاهم الفكره. فانت عملت لنا شيزوفرينيا. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ اغنيه وللخمار؟ محدش فاهم، محدش عارف مؤمن ده بيعمل ايه. طبعا الناس اللي هي مش لابسه محتشم اتريقت عليها. طبعا الرجاله اللي مش محبذه فكره الاحتشام، شباب وسط البلد اللي هم البنات
مش دايما كلهم بيبقوا وحشين بتوع وسط البلد، ومش دايما كلهم بيبقوا اللي بيعملوا حلوين. سكيت دول يعني مش شرط برضه ليه، في ناس بتعمل سكيت حلوه جدا. غلبهم مش كلهم ليه، لا مش كلهم. المهم تعالى بقى نسوق سمعه الشخص ده. واحد طالع عايز يعمل فكر جديد، الماسونيه مالها يا عمر؟ مالها؟ ايه ابتدت معاك ازاي وايه علاقتها وعايزين منك ايه الناس دي؟ انا الموضوع الماسونيه باختصار شديد جدا ما كنتش اعرف يعني ايه ماسونيه. الماسونيه دي حاجه فعليا موجوده وحقيقيه، واللي ما بيؤمنش بيها فايته كتير وخسران كتير، واللي مش مؤمن بمؤامراتها على العالم كله يبقى مش مثقف بالمره. اكتشفتها زي ما اي حد بيكتشفها، لقيت فيديو موجود الماسونيه دايما بسمع كان عنها. عندك كام سنه؟ دايما بسمع عنها بس ما اعرفش هي ايه. اول ما اكتشفتها كان وقت انتشار اغنيه الخمار. قبل الخمار كده بفتره بسيطه جدا اكتشفت ان في حاجه اسمها ماسونيه. اكتشفت ان في حاجه اسمها ماسونيه، هما بيتحكموا بقى بالعالم والرأسمالية وكده بس كده. زي اي حد سمعت الاسم مثلا مره في فيلم، مره في النت وخلاص، وبحثت عليه على النت ومن هنا ابتدت بقى رحله ان انت بتهاجم الماسونيه في اغانيك. مش فكره ان انا اهاجمها وبس، انا وقتها كان ربنا يديني القدره ان انا اقدر افهمهم اصلا يعني ايه ماسونيه. في ناس كتير مش فاهمه الى وقتنا هذا يعني ايه الماسونيه. في ناس اصلا بتضحك على حوار الماسونيه، في ناس مش مصدقني في ماسونيه مع انهم موجودين. حد زي ترافيس سكوت حاجه شبه كده مثلا جدا طبعا، يعني بيعمل في حفلاته بيموت الناس عشان يقدمهم قربان للي ما يتسموا. حاجات شبه دي وكذا قصه، ولو حكينا ده بودكاست تاني بقى، ده بودكاست تاني على الماسونيه بجد والله فعلا. فلا يعني دخلت على النت، عرفت الموضوع، استكشفت اكتر، ربطت حاجات كتير كانت بتحصل قبل كده ما كنتش فاهمها، ما كنتش فاهم ليه بتحصل. ايام زمان كان يقول لك انت لازم عشان خاطر تتشهر في موضوع الغنى او التمثيل لازم تعمل يا مشهد مش كويس يا اما تغني اغنيه مش كويسه عشان تتشهر. فكنت بسال نفسي ليه، بناء على ايه، ليه بتضحي بالمبدأ بتاعك اصلا عشان كده. اكتشفت ان في ناس غايتها انك تقدم شيء مبتذل هابط علشان يرضوا عنك، فيخلوك مشهور، فيدولك شهرة ومال ونفوذ و علشان خاطر تكسر الدنيا. يعني معنى الكلام ده ان في اصلا ناس اوريدي مشهورة بنت شهرتها دي على انها بتعمل حاجات غير اخلاقية طبعا عشان ترضي فئة معينة من الناس، واتشهرت بالطريقة دي. اكيد. وايه بقى يعني اشهر حاجة كانت اغنية انت عملتها كانت زمان اسمها اللي كنت بتهاجم فيها الماسونية، اللي هي كانت دي ما كانتش اللي جبت فيها ورقة وكان مكتوب فيها الماسونية. دي ما كانتش الاغنيه نفسها، ما كانتش هجوم للماسونيه في حد ذاتها. الفيلم القصير او الانترو اللي في الاول او السكتش اللي في الاول ايا كان المسمى ايه، هو ده اللي كان هجوم للماسونيه. تمام. الشيطان يا عمر هو الماسونيه. الاغنيه كان اسمها دولة شيطان. ايوه هي دي. في جزء في الاغنيه اتكلمت فيه بقول فيه المفروض ان الشيطان بينا ما يكونش له مكان علشان من ايام الخلق هو عدو الانسان. ده طبيعي. ففي الاغنيه انا ما هاجمتش الماسونيه في حد ذاتها، انا بهاجم الشيطان اصلا، هو منبع الماسونيه. تمام. ما هو فكر الماسونيه ده فكر شيطاني، فكر شيطاني، واللي اخترعه هو الشيطان. اللي فتح البوابه للماسونيه اول ناس هم اسرائيل. اسرائيل هم اول ناس فتحوا بوابه الماسونيه وفتحوا بوابه السحر الاسود علشان يتواصلوا مع الشيطان. لو تلاحظ معايا نجمه داوود مش نفس هي نجمة إسرائيل؟ أيوة. ما لاحظتش الموضوع ده؟ أنا لا ملاحظها. تمام. الفيسبوك اللوجو بتاعه لونه إيه؟ أزرق فابيض. أزرق فابيض. وعلم إسرائيل لونه إيه؟ أزرق فابيض. ده يخليك تستنتج إيه؟ إن مارك زوكربيرج ماسوني. وثبتت. بس أهو. الماسونية موجودة وأي حاجة بتحصل منهم مش كويسة فهي بتحصل بأمر الله أولا وقبل أي شيء، ولكن بإذن الله رب العالمين في ناس كتير تقدر تتوعى في الموضوع. بس وده اللي انت حاولت تعمله بس اتهاجمت. ده اللي أنا حاولت اللي أنا أعمله واتهاجمت أكيد طبعا. مؤمن وقتها
او لحد الان بصراحه، خليني اتكلم معاك بكل صراحه، انا لحد الان شايف ان انا شهرتي مش الواو، مش تامر عاشور يعني ولا تامر حسني يا عم احسن منهم. ربنا يخليك يا عمر، ربنا يخليك. انا اقصد كشهره مش شهرتهم، لسه ما وصلتش لشهرتهم. ايوه طبعا. يعني مش الشخص المؤثر اللي ليه كلمه قوي. عندي متابعين، ولما بمشي في الشارع ناس كتير بتتصور معايا بس، وناس بتهتم اللي هي تعمل معايا لقاءات، والا انت ما كنتش عملت معايا لقاء، وناس تانية عايزه تعمل وحاجات زي كده. ولكن انا وقتها وما زلت شهرتي مش الواو، في حدود معينه. ورغم ذلك اخدوا الشخص ده ووصلوا صوره عنه بابشع الطرق اللي ممكن تتخيلها، بحيث الجيل الجديد اللي طالع ما يشوفوش الشخص ده غير انه شخص بس منبع كوميديا، مش اكتر ولا اقل. بس مهما اتكلم جد انت هتضحك. عايز اقول لك ان الولاد اللي كانوا في الجيل الصغير دلوقتي لما كبروا بقوا بيعتذروا لي في الرسائل ولما بيشوفوني في الشارع، احنا اسفين، احنا كنا فاهمين الغلط، احنا فهمنا يعني ايه ماسونيه، احنا فهمنا يعني ايه تسويق سمعه شخص، وبيسوقوها ليه. هم لاحظوا يا عمر ان اغلب الناس اللي سمعتها بتتسوق هم اشخاص اصلا في بدايتهم بيلقوا فن هادف. مفيش بني ادم الماسونيه بتسوق سمعته الا وكان في اساسه هدفه انه يحيي مبادئ ربنا سبحانه وتعالى. ده هيتعارض مع مبادئهم. عمر في حياته المشاهد عمره في حياته ما هيتوقع ان في شخص لسه بادئ بيتهاجم من الماسونيه. لا انت عارف انا طبعا يعني انا لسه حي ارزق، وهم ما قتلونيش ولا حاجه وانا لسه ما وصلتش للمرحله دي اصلا. انا لسه زي ما قلت لك ما بقتش شهرتي عالميه عشان حد يعمل كده. الماسونيه بتعمل ايه؟ الماسونيه بتعمل كذا حاجه. لو انت شخص مؤثر جدا جدا بيقتلوك، زي مايكل جاكسون كده. مايكل جاكسون كان ماسوني من الدرجه الاولى. ما انا عارف، ما انا حاسسها قوي اصلا. ولما قرر انه يفضحهم ويطلع من الماسونيه ويسلم ويدخل في دين الاسلام، موته. الماسونيه ليها كذا هجوم. ان هي تقتلك لو انت مؤثر جدا، في درجه متوسطه ان هي تشوه سمعتك، في درجه ضعيفه، ودي بالنسبه لمقدم المحتوى دي مرحله بالنسبه له قويه. بس هما بالنسبه لهم احنا كده يا حبيبي بنطبطب عليك. ايه المرحله دي؟ ان احنا ندخل نعمل لك رياكتات ضحك على اي حاجه انت بتعملها. مش كل الناس اللي بتعمل رياكت ضحك اكيد ماسونيه يعني. بس في حاجه منتشره اسمها هم مسميينها شعبيا كده بينا حاجه اسمها لجان الكترونيه. كنت لسه هقولها والله، كانت على لساني. ولكن المعنى المتعارف بتاعها اسمها اصلا ايه؟ اوتو لايك. اوتو لايك ابلكيشن بتحمله. احنا عايزين البوست ده يجي عليه لفات كتير، يلا نعمل لفات كتير. عايزين نطلع الراجل ده في 7 سما، يلا رياكت الواو مش عارف ايه، لاف كومنت. تبقى اغلبها رياكتات وهميه، الاكونتات فيك. في بقى حاجه مهمه جدا عايزك تركز معايا كويس قوي، ركز معايا جدا جدا في اللي هقوله ده. لما هم بيشوفوا الشخص بيعمل حاجه هادفه، اول انطباع بيحطوه على الرياكت هو رياكت الضحك والاغضبني والحاجات اللي تخلي الناس لما تدخل تتابعك تقول ايه ده، الشخص ده بيتمسخروا عليه. من الانطباع الاول هيفهم انه اصلا ده شخص عباره عن كوميديا مع كذا حد بيشوه سمعة الشخص ده في الكومنتات، مع كذا مع كذا مع كذا. دي كل الحاجات اللي جان تبعهم. خد بالك بقى شوية، يدخل الشخص الحقيقي اللي زيي واللي زيك واللي زي متابعينك واللي زي اي حد، يشوف الشخص ده معمول عليه رياكتات ضحك كتير، ما اكثر شعبنا الزياط. فبالتالي بيلاقي الحتة المنجرفة اكتر تجاه اللي بيقدم المحتوى ده ايه؟ رياكت الضحك. فهيقلد الناس تقليد اعمى. ياخد الشير عنده، بصوا يا جدعان الراجل ده، بص مش عارف ايه، ما هو شاف غيره عمل كده، ولما غيره عمل كده اخد رياكتات ومشاهدات كتير، فبقى كل الناس بتقلد بعضها علشان يجيله نفس التفاعل، وكله ماشي ورا التاني من غير ما يفكر ويستوب ويقول ليه وازاي. ليه الشخص ده اتهاجم؟ ليه عمل؟ عمر، انا عمري في حياتي ما عملت حاجه استحق هجوم عليها. انا عمري في حياتي ما طلعتش شتمت حد، ما عملتش لفظ خارج اتكسف منه، ما طلعتش بشكل عري، ما حسيتش على الفسق والرذيله. ده انا كل حاجه بقدمها بتحث على عدم الفسق والرذيله وعلى مبادئ ربنا سبحانه وتعالى. اللي كان بيهاجم الحقيقي مش سيبك بقى من الماسونيه، هي شوهت خلاص السمعه اهيت الشخص الحقيقي بقى اللي دخل هو انجرف ورا التيار وبقى كليشيه من تصرفات الماسونيه.
ومن هنا خلاص اقدر اقول لك ان اي حد عقله بيعمل كده. اتغسل. خلاص. فبقى بيشوف ده او ده او ده هو مجرد شخص هزلي، اي حاجه هيعملها ضحك. الموضوع ده حصل معايا من اغنيه الخمار. دي كانت البدايه. دي كانت البدايه، جات اللي هي هجوم الماسونيه ده. فعرفت اللعبه في ايه، فاستغليت انا الموضوع ان انا احسسهم طول الوقت ان انا الشخص اللي هو النرم، الشخص اللي هو فهمتك. التلقائي. فهمت. انا تامر الجيار في نفسي. انا مؤمن الديب ويب اللي انت بتشوفه بتاع انا اتهاجمت من جميع الحلم ولا يا سلام. يعني انتوا بتعملوا رياكتات. انت مشيت مع ورا لعبتهم من الاخر. بس قصاد ده بيجي شير وتفاعل وحاجات كتير جدا جدا مصلحة. تقدر توصل بيها صوتك للناس. طب قشطه، انا هخليكم تشوفوني بالكاركتر اللي انتوا عاوزين تشوفوني بيه. ولما اوصل لعدد متابعين كويس اطلع اكشف شخصيتي واقول ان دي كانت شخصيه وان انا بهزر وان كذا وكذا 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 وكذا. بس اللي حصل مع مؤمن الديب حصل مع يوسف الشريف بالملي. يعني هو كان ضحيه من الضحايا طبعا. مسلسل النهايه اتكلم عن نفس الحاجات اللي انا اتكلمت عنها بس بشكل غير مباشر. والمسلسل ما نجحش قوي او هما ما خلوش ينجح قوي. الله يفتح عليك، انت كده فهمت قصدي. ما خلوهوش ينجح قوي ومع ذلك نجح برضه وكسر الدنيا واتشاف. وبناء على ده يوسف الشريف بقاله 4 سنين او 3 سنين قاعد في بيته مش عارف يقدم حاجه لان هم حطوا عليه علامه اكس. فبيبتدي ان هو دلوقتي يوجه الجهود بتاعته ان هو ينتج لنفسه. لان هو لو ما انتجش لنفسه مع الاسف هينتهي. وان شاء الله هيرجع واحنا واثقين فيه ومستنيينه ان شاء الله. يوسف الشريف ترجع. الكلام ده على فكره نادرا. نادرا يوسف الشريف مليون مره ان هو دلوقتي يوجه الجهود بتاعته ان هو ينتج لنفسه. لان هو لو ما انتجش لنفسه مع الاسف هينتهي. وان شاء الله هيرجع واحنا واثقين فيه ومستنيينه ان شاء الله. يوسف الشريف ترجع. الكلام ده على فكره نادرا. يوسف الشريف مليون مره. خد بالك برضو شويه من اللي انا هقوله ده. شوهوا سمعه مؤمن ان فيه هجوم على اغنيه الخمار. فاحنا حاطين على الشخص ده علامه اكس. هنشيره سلبيا. ايوه. بحيث لما حد زي من جمهور عمر او اي حد طبيعي زينا مش فيك هيدخل يشوف ان الشخص ده بيتريقوا عليه. فاحنا اتريقنا عليه. فكرت انا بقى في ايه هي الفكره؟ انت دلوقتي زي ما قلت لك كده بتهاجمني بس في نفس الوقت بتديني تفاعل. ايوه. طب انا هكمل على الكاركتر ده. رحت ماسح الاغنيه القديمه بتاعت الخمار ومنزلها الخمار. انا نرم بقى معلم. ايوه فهمت. ومن هنا ابتديت العب الكاركتر بتاع انا اتهاجمت من جميع انحاء العالم. هي دي بقى. انا هو ده. الكاركتر اتشهر. فالناس ابتدت تتعامل مع مؤمن على انه هو الشخص النرم. ايوه. محدش كان يخطر في باله ابدا انا فعلا ان ده مجرد كاركتر، ان الشخص ده سوي زينا. فهمت الفكره من ايه؟ فانا هم اصلا اللي اوحوا لي بفكره ان انا اعمل حاجات زي كده كتير. فاهم الفكره؟ وهم برضه اللي اوحوا لي بفكره ولع الليله ولعه ومش عارف ايه وكلام ده. هم منبع الحاجات الغريبه عموما. هم اللي ادوني الفكره ده. هم اغبياء جدا على فكره. بص، ولما اتهاجمت من جميع انحاء العالم، من مصر ومن دمنهور، ده كان كله فعلا في سياق وفي قالب الكاركتر. اكيد طبعا. هو في حد طبيعي يطلع يعمل الكلام ده؟ الافيهات دي انا قعدت احضر لها شهور وايام وعشان اوصل للانفعالات بتاعت الكاركتر دي. عمر انا اصلا في الاساس مخرج مسرحي. دي حاجه جديده خالص بقى. انا عمال كل شويه اتفاجئ بجد والله. ربنا يخليك. انا اصلا مخرج مسرحي. كان عندي فريق كامل مكمل بيتدرب تحت ايديا، اعمل كذا، خلي كذا، سوي كذا. فانا عارف انفعالات الشخصيه اللي بتفرق ما بين الشخص والتاني ايه. هل انا دلوقتي وانا بتكلم معاك نفس الفيديوهات بتاعت انا اتهاجمت من جميع انحاء العالم؟ هو ده اللي انا متفاجئ بيه دلوقتي، اللي هو مش ده نفس الشخص. فانا دلوقتي متفاجئ ان انا قاعد مع نجم فاهم يستاهل الاوسكار. ربنا يخليك. على ده اللي هو حركه صايعه، اللي هو انت تمام، انتوا هتعملوا كده، انا هلعب نفس لعبتكم، اللي هو انتوا بتهاجموني، يعني قصدي ان انتوا بتشوهوا صورتي كده. فتمام هكمل في ده بس اشمعنى مؤمن الديب؟ اشمعنى هم اختاروا مؤمن الديب الماسونيه؟ يعني مؤمن الديب مش محور الكون عشان هم يختاروا مؤمن الديب بس. اصلي ممكن يبقى في ناس تانية تقريبا بتنشر رسائل اغاني فيها رسائل حلوه. تمام، بس ما حدش اتكلم عن المواضيع اللي مؤمن الديب اتكلم عنها. مشاري راشد في ظل ما هو منشد مشهور
وشهرتي بيه لا تقارن بشيء، وطبعا راجل معدي ما شاء الله ربنا يحفظه ويسلمه كشهره وكصوت. بكلمك كشهره دلوقتي في ظل شهرته وفي ظل انتشاره، هل عمل اغنيه او انشوده حتى فيها لا علاقه بالخمار؟ لا. في مطرب على مستوى العالم اتكلم في نفس الاغاني في نفس المواضيع اللي انا اتكلمت فيها؟ لا، انت بتناقش في مواضيع اجتماعيه قوي، يعني حاجات اللي هو يعني مثلا اغنيه زي على فكره ابنك ضايع على النت، حاجه انت بتعيشها كل يوم. عايز اعرف قصه الاغنيه الصح المفضله ليا على فكره ابنك ايه قصتها؟ على فكره ابنك ضايع على النت وفي الشوارع. انا لما سمعتها انا الاغنيه دي ما اعرفش ليه، بس انا حسيت ان انا ابن الضايع ده، لان انا كنت فعلا ما كنتش بصاحب انجي، ما كنتش بهرب من درسي وصاحب انجي، لا بس انا كنت فعلا بهرب من درسي ومش عارف ايه، بس اللي هو ما اعرفش، بس اللي هو حسيت ان انت بتوصف حاله عامه دلوقتي موجوده. الاغنيه دي اولا من نفس الوقت بتاع اغنيه الخمار، كل دي اغاني 2017 2018 نفس الحقبه، ولحد الان عايشه مع الناس وبتتسمع ما حرفيا الحمد لله. اغنيه على فكره ابنك ضايع، الاغنيه قصتها جت معايا من ضمن الناس اللي دخلت تهاجمني جديده على حس الماسونيه. دي جابت دي، فانا دخلت على الاكونتات بتاعت الولاد دول، هو داخل يشتم على اغنيه الخمار. انت ايه الاغنيه دي، ايه الكلمات ده يا عم، شغل لنا حاجه تفرفشنا مش عارف ايه كلام من ده. فبستغرب، وفي حد طبيعي بيقول كده؟ دخلت على الاكونت، لا ده مش من اكونت الماسونيه، لا ده شخص بجد عادي، لا ده واحد حقيقي. دخلت لقيت البوستس بتاعته كلها عباره عن شتيمه، ولد صغير لسه مراهق محدش علمه يقول ايه ولا يعمل ايه ولا يخلي ايه ولا يسوي ايه. كلنا كنا كده وكلنا عشنا المرحله ديت، وده مش عيب. كل الشباب اللي في الوقت الحالي حتى بتعمل كده، هو شيء مش كويس اكيد اللي هو بيعمله، ولكن مش عيب ان هو يبقى كده لفتره معينه، اصل ده سن مرحله سنيه يعني مش هنعملها. اكيد عملت حاجات فيها سن الطيش انت وشاب كلنا، مش انا لوحدي طبعا باختلاف الطيش. يعني في واحد مثلا عمل بلاوي زرقاء، شرب مثلا سجاير مش عارف ايه، لا انا بلاويه كانت اقل من كده. اصل هي بنسب معينه، بنسب طبعا، وكل واحد على حسب شقاوته وطفولته وكلام من ده. كنت ادخل على الاكونت بتاعه، يا نهار ابيض، ده كاتب بوست ان هو يا جدعان انا سبت الدرس، انا فكتني من الدرس النهارده هاخد جيم بابجي، مين جاي؟ يا جدعان انا النهارده نزل مع انجي، انا النهارده كرفت البت الاولانيه نازل مع البت الثانيه مش عارف ايه. الله، طب ما في قضيه هي ممكن نتكلم عنها، وسبحان الله ممكن الولاد اللي متابعيني دول يستفيدوا بيها. طب ما يلا بينا. وفي نفس الوقت انا عايز الاغنيه دي تتسمع للاباء اكتر من الابناء اصلا. فانت كنت بتخاطب فيها، ما كنتش بتخاطب العيال دي، لا كنت بتخاطب بيها سن طبقه الاباط انا بخاطب يا حبيبي. الاغنيه بدايتها على فكره ابنك ابنك. انا مش بكلم الولد، انا مش بقول له انت ضايع، انا بقول له انت ابنك ضايع. تمام. في التوزيع القديم بتاعها كانت بدايه الاغنيه يا ريت تسمع الاغنيه دي لوالدك ولوالدتك في الانترو بتاع الاغنيه. معظم الجيل اللي كان متابعني هو الجيل بتاعك، ايوه، مش الاباء خالص ولا الامهات ولا الكلام من ده. انا بقول في الاغنيه ايه، الجيل ده والله مظلوم، في قلبه هم وبالكوم، شاف في حياته حاجات اكبر من سنه. طب قول لي مين قدوته، مين هياخده قدوه، مين؟ استاذ مؤمن. ربنا يخليك يا عمر. يا معلم، ما هو هيتاثر بالقذر غصب عنه. الميمرز، يلا بينا. انا واحد منهم. ماشي. ريحتي بقى مالها؟ لا استحمى يا عم ولا؟ لا زي العسل طبعا. زي العسل. هو ده كله كان من الكاركتر صح؟ طبعا. ايوه انا برضه استغربت، انا قلت ايه هقول لك قصه الفيديو ده، انه فعلا الناس وقتها كانت مصدقه ان مؤمن ده فعلا شخص نرم، والميمز بقى عماله تكتر كتير قوي على اغنيه الخمار، يلا نحيي الشطوره اللي بتزعل من الهزار، مش عارف ده انا كنت بنت نازله مع واحده صاحبتها، يلا نحيي المقموصه اللي بتزعل من الهزار وحاجات زي كده. فلقيت الميمز كتير قوي 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 قوي. وصاد ده لقيت في رياكت مش في الكومنتس، مش رياكت اللي هو بيتعمل. ايوه فاهم. لا رياكت زي اللي انت حاليا زي اللي انت حاليا بتعمله. لقيت الاشخاص اللي هي طالعه بتتكلم وبتفترض خرافات من دماغها وبتبني عليها
وبتجيب نيه مؤمن ان هو يا جماعه مؤمن كان قصده كده في كده، انت دخلت جوه نيتي. لا دي الحته دي ما ينفعش انت عرفت منين؟ انت عرفت منين ان انا كان قصدي كذا لما قلت كذا؟ لا يعلم النوايا الا الله سبحانه وتعالى، ونيه الانسان نفسه هو اللي يعلمها، مفيش غير الاثنين دول بس هم اللي يعرفوا النيه. فانت دلوقتي دخلت بتعمل عليا رياكت وبتوصفني بافظع الكذا وكذا وكذا، وعايز تبين نفسك انا الواد الروش يا جماعه، انا الواد اللي هو حسه الفكاهي، يا ده انا باب. عايز تبين ده على حساب شخص بيقدم محتوى. طيب انت دلوقتي الشخص ده شفته بيعمل كذا، فانت ترجمت فعله على هذا الاساس. انت ما تعرفش ان كل ده عباره عن كاركتر. انت داخل تعمل رياكت، انت مش عارف ان كل ده كاركتر، فانت بتشوه سمعه شخص. واللي بيعمل رياكت ده نفسه مش هيحس الموضوع ده الا لو هو في يوم من الايام دخل في جواز او في حاجه ليها علاقه بشكله قدام الناس، فيلاقي شخص تاني بيشوه صورته. مفيش حد هيحس بده غير اللي اتحط في الموقف نفسه. ومع ذلك ما خدتش الموضوع بضغينه وبشده وبتاع واتضايقت و بالعكس عملت فيديو ما انا عارف بستفزه فيه وبقول ما هو لو كانش استفزه ما كانوش عملوا بقى وشيروا، والموضوع كانش انتشر اصلا، اوريدي الفيديو اتشهر. مش انت متابع مؤمن عشان تتريق عليه؟ طب انا هخليك تتريق عليا صح واكسب تفاعل من وراك. الميمرز دول ما بيستحموش ومعفنين كانوا زي عملاء كنتاكي. فهوبا زود الهجوم اكتر. كل ده جوه الكاركتر، بكاركتر مؤمن الديب ويب، مش مؤمن الديب. بس مؤمن الديب فاهم ان الميمرز دول الناس بيحاولوا يهزروا اوريدي. طبعا فاهم ان الميمرز عباره عن ناس بتهزر بتضحك، مش قصدهم اي حاجه. بس الميمرز من غير ما يقصدوا مع الاسف يا عمر بيجرحوا كتير جدا، وساعات بيدخل عليهم بيدخل في عقلهم موضوع التنمر من غير ما ياخد باله. ساعات الامور بتفلت منهم وبيدخلوا في حته ان هم بيهينوا الشخص. انت واياد الموجي الوحيدين اللي انا متابعهم في رياكت بالله. انت واياد الوحيدين. وفي حد ثالث محمد كيو طبعا. ده بالنسبه لي. بس مش معنى كده ان كل التانيين وحشين. لا بس في نماذج منهم طبعا وحشه. في نماذج منهم وحشه. لا مش كل اللي بيعمل رياكت وحش، بالعكس. بس انا عن نفسي ما بفضلوش ان انا اعمله. كيو طبعا. ده بالنسبه لي. بس مش معنى كده ان كل التانيين وحشين. لا بس في نماذج منهم طبعا وحشه. في نماذج منهم وحشه. لا مش كل اللي بيعمل رياكت وحش، بالعكس. بس انا عن نفسي ما بفضلوش ان انا اعمله. تامر من الاشخاص، انا اتكلمت مع الراجل ده مش وش لوش، اتكلمنا في التليفون. انسان نقي وعلى نياته فوق ما تتخيل. انا بعشقه، انا بجد والله بحبه. من كتر نقائه مش عارف يوجه موهبته صح. هو اخيرا بقى بيوجه موهبته في حاجه كويسه وهي الطبخ. وده انا نصحته بيه كتير وهو الحمد لله عمل بده. لا هو بسم الله ما شاء الله في المحتوى ده يعني بدا يجيب تفاعل جميل. هو بس ناقصه شويه حاجات لو بطلها هتبقى جميله جدا. الحاجات دي زي ايه مثلا؟ بص يا عمر تامر، انت ايه رايك في محتوى تامر الجيار عموما؟ انا كنت اسالك السؤال ده اصلا. جميل. اقول لك الاول الحاجات اللي لازم اغيرها ولا اقول لك رايي في المحتوى وبعد كده اقول لك الحاجات؟ رايك في المحتوى وبعد كده الحاجات اللي طيب انا رايي في تامر انه كمحتوى انزل يا متدلع والحاجات دي، ده محتوى لا يليق تماما. انت راجل كبير، وحتى لو انت عيل صغير ما ينفعش تعمل حاجه زي كده. ما انت برضو معلش اللي ساعات بتعمل حاجات بتخلي الناس هي اللي تتريق عليك. يعني انت ضد المتلازمه؟ ايه ضد متلازمه الجيار؟ انا بقول ايه انت بتقول ايه؟ ايوه ضد المتلازمه. انا ضد ان اي انسان يقلل من نفسه. انزل يا مدلع. ايوه احنا لما عملناه قدام المحل عندي مش كنا بنهزر؟ ايوه كنا جنب هزار، سياق الهزار. سياق الهزار. انت كعمر بتطلع تعمل كده في محتواك؟ لا. ما فكرتش ان انت في يوم من الايام لما تيجي تتقدم لواحده وتوريها فيديوهاتك هيقلبوا؟ نعم. انت عارف حماك هيشوفك ازاي؟ هيشوفك بتعمل كده بفانيلا حمالات في نص الشارع، حاجه غريبه يعني. ايه المنظر ده؟ رفضت ده وقلت له في التليفون، قلت له يا تامر انا مش شايفك في المحتوى ده، انت بتقلل من نفسك. قلتها له وش، وهو لو بيشوف الحلقه هيفهم قصدي وهيشهد ان ده فعلا حصل بجد. محتواه في الطبخ ما شاء الله عليه جميل، ناقصه بس شويه حاجات، ده اللي هذكرها لك لما دلوقتي نتكلم. ممثل على فكره تامر، عايز بس اعرفكم على حاجه بالمناسبه يا جماعه. تامر نجم تلفزيون جميل جدا، مثل مع آسر ياسين قبل كده في مسلسل اسمه الجمعه. كل جمعه، كل يوم جمعه من كل اسبوع. أيوة. او حاجه زي كده مع نيلي كريم. انا شفت المسلسل ده. ان الراجل ده لو ما كانش ممثل وعنده موهبه ما كانتش الناس دي اختارته وخلته يمثل معاهم. تمام. كانوا اختاروا اي حد وما اكثر الممثلين. انت يا تامر يا جيار طالع تعمل مشهد ان انت كنت بتعذب في اسرائيل وبتاع مش عارف ايه.
تقوم حاطط لي كاتشب على مخك، ما دي حاجه تضحك بالراحه بس معلش يعني، خلينا برضو صراحه معلش، فاهم الفكره؟ افتكرت انا بقول لك اهو بقى ايه الحاجات اللي خلت الناس تتريق على المشهد اللي زي ده. نعمل ايه ده؟ الله يفتح عليك. ده برضو يرجعنا لنقطه ضعف الامكانيات عند تامر، ده مش عيب من تامر. هو يعني بيحاول يواكب اللي عايز يعمل المشهد بتاع انه بيطلع دم، بس الموضوع طلع فعلا بطريقه كوميديه، رغم ان انا ضد ان هم يتريقوا عليه، لان قلت لك زي ما قلت لك هو ضعف امكانيات مش ضعف موهبه تامر. بس في حد ذاتها ده برضو كان غلط من تامر لعدم خبرته مش لعدم موهبته. تامر فنان جميل بس مشكلته ان هو مش عارف يوجه موهبته صح. ده رايي في محتواه التاني كتمثيل. كمحتواه التالت وهو انه ساعات بيتكلم عن فيديوهات هادفه. جميل، حلو قوي الفيديوهات دي، جميل جدا جدا جدا. بيطلع فوائد البصل مثلا، فوائد الثوم. ايه ده؟ هو ده الهدف؟ اللي هي فيديوهات المعلومات لا بتاع التيك توك. امال ايه؟ تعسل والله. بيبقى واقف في المطبخ بتاعه ولابس لبس الطبخ، ان هو كان بيتكلم ان ال مش عارف عن انك تتجه لربنا وتبطل المخدرات وحاجات زي كده. من ضمن فيديوهاته بيقدم نصيحه، بس هو ده اللي بتكلم عليه. ده جميل جدا ويا ريت يكمل فيه مع الطبخ. حاجه رابعه اوجهها له بقى، انت ممثل حلو بس ينقصك انك تشيل محمد رمضان من دماغك. انت طول الوقت الجاير لا يختشي. انت ازاي عايز تطلع بكاركتر حد تاني وانت اصلا مش عامل كاركتر لنفسك؟ طول ما بيطلع في فيديوهاته، كل ما بيعمل في اي حاجه مش عارف بيعمل كده تقريبا او ايه حركه محمد رمضان. طب انت كده اصلا بتزود نجاح محمد رمضان. فين نجاحك؟ عايز تعمل حركه، اعمل حركه لنفسك، رغم ان انا اصلا رافض انك تعمل حركه. خليك على طبيعتك، اتكلم بطبيعتك عادي خالص. وهي دي الحاجات يا عمر اللي بتخلي الناس تسخر منه ومن اي حد بيعمل نفس الفكره. تمام؟ وفين نجاحك؟ عايز تعمل حركه، اعمل حركه لنفسك، رغم ان انا اصلا رافض انك تعمل حركه. خليك على طبيعتك، اتكلم بطبيعتك عادي خالص. وهي دي الحاجات يا عمر اللي بتخلي الناس تسخر منه ومن اي حد بيعمل نفس الفكره. يلا بينا. ايه اللي جاب لك فكره انك تفتح مطعم؟ هو يا جماعه مبدئيا المطعم تحفه، الكبده زي العسل، ربنا يحفظك يا صديقي. هي موجوده في، قول لهم العنوان. العجمي الهانوفيل، شارع الجمعيه، اخر شارع الجمعيه امام قهوه شفيق، مطعم كبده المهندس. هحط لكم اللينك تحت وهبقى اظبط يوم ونروح كلنا طبعا نضرب كبده. تنوروا طبعا، تنوروا. بالمناسبه بستغل الموضوع ده ان شاء الله يا شباب، كلها اسبوع او 5 ايام اظبط بس موضوع العربيه الجديده عشان فيها شويه تظبيطات عايزه تتعمل، وشقتي وكل حاجه والله العظيم قسما بالله على دماغي في وقت واحد. هعمل يوم باذن الله. قررت ان انا اعمل 20 ساندويتش يعني لله سبحانه وتعالى. تابعوني بس على الصفحه او في اي مكان، عشان اي حد محتاج للعرض ده انتوا تشيروا ليه فهو يجي يطلب العرض بدون اي كسوف، وهقول لكم على كل حاجه وكل التفاصيل عشان كلنا كده نتشارك الثواب مع بعض. وان شاء الله في رمضان هيكون في حاجات زي كده كتير، وربنا يا رب يعني يجعلني سبب ان انا في وسط الغلاء ده اساهم ولو بحاجه بسيطه. قسما برب العزه بيصعب عليا جدا لما اكون قاعد في المطعم بتاعي يجي لي ناس، ابقى قاعد يا عمر كده بشوف شغلي بعمل حاجه كلام من ده، الاقي حد جاي طفل صغير يعني شكله يا رب اللهم امين، يكرمهم يا رب، يا رب اللهم امين. يا عمو بعد اذنك انا ما اكلتش النهارده بقالي كام ساعه وبابا مش عارف ياكلني وبتاع. الواحد بيتضايق جدا لما بيلاقي حاجات زي كده. المهم يعني ربنا يعلم انا بعمل معاه ايه عشان بس الثواب ما يروحش. ايوه. فقررت ان المشهد ده طالما اتكرر قدامي كتير كده انا هعمله ان شاء الله. تحاول باللي تقدر عليه باذن الله. 20 ساندوتش باذن الله رب العالمين. دي البدايه ان شاء الله يا رب، دي البدايه طبعا. وربنا قدرني واقدر اعمل ده كتير، فعشان خاطري بالله عليكم يوم ما انزل الفيديو ده انا مش عايز لايكات ولا كومنتات ولا تفاعل ولا اي زفت، انا عايز شير للناس اللي محتاجه. حد محتاج ابعته المطعم عند مؤمن، حد محتاج فعلا، حد محتاج بجد. خلاص انت نفسك لو ما عندكش الامكانيه النهارده ان انت يعني كلنا تيجي عندنا في البيوت بيبقى في مواقف صعبه في الاسعار
والبلاء الزفت اللي احنا عايشين فيه اليومين دول ده، كلنا ساعات بيجي علينا وقت ما بنقدرش حتى ناكل نفسنا عشان ناكل اللي حوالينا. انت نفسك لو محتاج العرض ده كلمني وانا هطبخ لك بنفسي وهديك الساندوتش بنفسي، ولو محتاج 3 4 كمان ولا يهمك اي حاجه، مطعمك ومكانك. اللينكات كلها هتبقى تحت في الديسكريبشن. انا بعتذر معلش لو دخلنا في حته دراما كده، بس لا بس ربنا يعلم، انا بس لما افتكرت شكل الولد وبتاع. ربنا يسهل له يا رب، يا يسهل رب. لكل محتاج. يا رب اللهم امين. انت قلت قصه المطعم سريعا، انا وانا صغير انا بحب اعتمد على نفسي في كل شيء. حلو. فوالدتي كنت مثلا بحب اكل بالليل اكتر من الصبح. انا كائن ليلي جدا. خالص. والدتي عكسك انت. انا بحب الصبح جدا يا راجل قوي. ليه كده؟ ما عشان ما اعرفش، انا وبحب الصيف جدا برضه. طبعا لا، انا دي معاك في دي، انا بكره الشتاء طبعا. انا عشان بعشق الشمس، بحب الشمس وبحسها انها بتديني طاقه كده، انما بالليل بحسه جو كئيب، ما اعرفش. هي وجهات نظر واحاسيس. انا كائن ليلي جدا. بيحب الليل جدا. شكل الليل بيريح لي اعصابي، شكل الشمس بيعصبني، شكل النهار اصلا بيحسسني ان انا عناية فيها حاجه، انا مش مظبوط. لا انا يا عم يلا عايز 5 المغرب تيجي، كفايه كده. باكل بالليل اكتر من الصبح. تمام. يا ماما انا عايز اكل بالليل. طب يا ابني انا عملت لكم فطار وغدا وعشاء، انت جاي الساعه 2 3 عايز اقوم اطبخ لك؟ انت ما عندكش دم. زي اي ام مصريه وحقها يا اخي. وقت الراحه معلش. الست مفحوطه طول النهار طبيخ كنز، انا جاي بكل تهور. اعمل لنفسك حبيبي، اعمل لنفسك. حلو قوي. فقررت ان انا اعمل لنفسي. من هنا اعتمدت على نفسك في حته الاكل. اعتمدت على نفسي في حته الاكل. كان نفسي اعمل الكبده بشكل معين، كان في مطعم بيعملها، المطعم ده ما بقاش بيعملها بالشكل ده. طب انا عايز ارجع المطعم تاني. طب هم اصلا بيعملوها ازاي؟ الكبده دي بنشتريها منين؟ تعال نجيب الكبده، احاول ايه البهارات اللي ممكن يحطوها، لحد ما قدرت اعمل لنفسي تتبيله، اعمل لنفسي حاجه، اعمل لنفسي يعني طعم الاكيل يستطعمه. نفس الفكره في الفرايد تشيكن. انا بعمل عندي فرايد تشيكن طبعا، كلها بطريقتك، كلها بطريقتي. تمام. فيها لمسه مؤمن الدين، فيها حاجات جاهزه وانا بكمل تتبيلتي، وفيها حاجات انا بخترعها من نفسي اصلا. فاهمني؟ عملت الموضوع علشان انا كنت عايز استطعم الاكل. لقيت الاكل انا عجبني، انا كمؤمن عجبني، بس مش عارف راي الناس اللي حواليا ايه. تعالى يا معتز، اخويا الصغير معتز، دوق كده وربنا يخليك يا عمر. تعالى يا معتز كده قول لي رايك ايه. الله يا مؤمن تحفه، يخرب بيت كده بتاع امي. دي كانت بالنسبه لي يعني اختبار ايه. بص، دي اللي ده القرار الحاسم بقى، ده الرأي فعلا الحاسم. كانت القرار الحاسم. برافو عليك، انت جبت اللفظ المظبوط. والدتي ما بيعجبهاش العجب اصلا، خصوصا في الاكل، ونضيفه زياده عن اللزوم. وحتى انا اخدت منها حته وسوسه النظافه. انا عندي حته وسوسه النظافه باوفر. بعشق النظافه فوق ما تتخيل. حتى لو انت لاحظت في المطعم انا كنت بطبخ بالجوانتي وبتاع. ايوه ده مش بنلاقيه كتير في حته المطاعم الشعبيه. ف اكلتها. قالت لي يا ابني انت التلميذ اللي انتصر على استاذه. انا سمعت الكلمه دي، اخدت القرار ان انا علشان اعمل بيزنس لنفسي بعيدا عن الاستوديو والحاجات اللي مش مضمونه، يوم تشتغل ويوم لا، فانا هفتح مطعم، شيء مستقر، شيء اساسي معايا في حياتي، اقدر اصرف بيه على بيتي، على نفسي، على اسرتي. ده الصح. ومن هنا جت فكره المطعم. الاستوديو والحاجات اللي مش مضمونه، يوم تشتغل ويوم لا، فانا هفتح مطعم، شيء مستقر، شيء اساسي معايا في حياتي، اقدر اصرف بيه على بيتي، على نفسي، على اسرتي. ده الصح. ومن هنا جت فكره المطعم. ودلوقتي وصلنا لاخر فقره، وده مع الاسف انا عايز اكمل اكتر، بس لو احنا دلوقتي بقالنا اكتر من ساعتين تقريبا بنسجل غالبا. فاللي هو الواحد عايز ينام، عايزين نتقل على الناس يعني. لا مفيش اي مشكله يا عمر، احتراما ننجز ونمشي. حبيبي يا عمر، تحت امرك. فوصلنا مع فقره اسئله المتابعين. مروان بابلو بيقول لك دي رساله، بيقول لك بحبك قوي من ايام الموبايل ابو كاميرا والمايك ابو سلك. هو انا مش فاهم الصراحه، يعني دلوقتي الموبايل ابو كاميرا هو من ايام زمان، مايك ابو سلك بيحبني من قلب. موبايل ابو كاميرا والمايك ابو سلك. شكرا يا مروان يا بابلو. يوزر هو كاتب ما اعرفش تقريبا لسه اكونت جديد، بيقول لك منين جات لك فكره اغنيه دي قله ادب والله؟
ايوه يا جدعان الاغنيه دي من 2018 انتوا لسه فاكرينها؟ عايز الفكره بس. طيب الاغنيه دي كانت تحت بند الهزار، ولكن انت لو سمعتها كلها هي ليها رساله جامده جدا جدا. تمام. بس كنت عاملها بطريقه الترول، كان من ضمن الكاركتر بتاع انا اتهاجمت من جميع انحاء العالم، فاهم؟ بس سؤال من قناه انا نسيت اسمها، ماشي. بيقول لك كان نفسك تطلع ايه لما كنت صغير؟ مذيع. مذيع. ايوه دي بعيده قوي، دي طبعا بعيده قوي فعلا. كان نفسي اطلع مذيع، لان دايما كنت بشوف ان المذيعين اكتر اشخاص بيقدموا حاجات هادفه، والمذيع ده كمان قادر ان هو يستضيف اشخاص ويسلط عليها الضوء اشخاص كويسين، فهو اللي قادر يظهر شخص كويس للنور، وهو اللي قادر يظهر شخص مش كويس للنور. ده اللي خلاني كنت عايز اطلع مذيع. ابراهيم التركي بيقول لك ايه اول انطباع خدته عن الشاطر؟ في البدايه خالص بصراحه ما انا بقول لك مش اهو. هزعل. طيب عايز اقول لك انا شفتك امتى اصلا؟ اول ما شفت عمر خالص. امتى؟ حد اسمه محمد وهبه او وهبز حبيبي، تمام. شوت اوت لوهبه. وهبز هو كان في بينا معرفه خير، واتكلمنا مره، فكان طبعا عندي في الاصدقاء فشير لك فيديو، وشير لك الفيديو وكتب عليه الشاطر. عجبني طريقه المونتاج، عجبني طريقه الالقاء، حسيت ان الشخص ده مميز، مش حد تقليدي بتاع رياكت تقليدي. وعجبني الموضوع ده. اول مره شفتك فيها. بيقول لك تقييمك للمنوفيه من 10. ما علينا خلاص. يا نهار اسود يا جدعان. تقييم المنوفيه؟ طيب انت في اعتقادك ان السؤال ده شايف انهم ناس يستحقوا انهم يبقوا معانا في مصر؟ في ايه يا جماعه؟ زيهم زي اي ناس، منهم الحلو ومنهم الوحش. بلدي دمنهور فيها الحلو وفيها الوحش، اسكندريه فيها الحلو، كلنا فينا الحلو وفينا الوحش. ايه المشكله؟ هو ايه اللي تقيم المنوفيه؟ هو ايه؟ هو فويس اوفر ده ولا ايه؟ انا عندي ناس تفهمش يعني، ناس كده في عندهم عداوات. يعني مثلا في جزء من عندي ناس بتكره كفر الشيخ. ليه يا جماعه؟ لو شافوا كفر الشيخ مقتنعين ان كفر الشيخ هي المنبع الماسونيه اصلا. ليه؟ إيه؟ نعم مفيش حاجه اسمها الكلام ده. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ما اعرفش. هو في ناس ساعات بتقول لي حبيب قلبي منبع الماسونيه من اسرائيل، كفر الشيخ ايه اللي من الماسونيه؟ ايه ده؟ ما تفهمش. دول ناس غلابه جدا على فكره. انا اتعاملت معاهم، تمام، شفت منهم الحلو وشفت منهم الوحش، ولكن قسما بالله العلي العظيم وانا مش مضطر ان انا احلف، اكتر الناس اللي اتعاملت معاهم كويسين جدا من كفر الشيخ. ايه ده؟ ما تفهمش. دول ناس غلابه جدا على فكره. انا اتعاملت معاهم، تمام، شفت منهم الحلو وشفت منهم الوحش، ولكن قسما بالله العلي العظيم وانا مش مضطر ان انا احلف، اكتر الناس اللي اتعاملت معاهم كويسين جدا من كفر الشيخ. اديلهم نصيحه، ده الشباب الضايعه ومعهم انا نصيحه واحده. مفيش ضياع ولا حاجه، انتوا زي الفل وربنا يحفظكم وكلكم شباب محترم، وان شاء الله تحققوا ذاتكم في يوم من الايام. اكتر نصيحه عايز اقولها لك هو حاجه انا عشتها من طفولتي وما لقيتش حد يقولها لي، بس اللي قالها لي هي الايام والمواقف. كل مرحله سنيه وليها المواقف بتاعتها. في الابتدائي وفي الاعدادي وفي الثانوي، في الدراسه بمعنى صح، مطلوب منك تذاكر وتعمل هوايتك. في الكليه مطلوب منك تبتدي تدور على مستقبلك اللي هتشتغل فيه، ويكون معاك مبلغ مادي تقدر تصرف بيه على نفسك، لان هو ده اللي هيخلي ليك شأن قدام الناس. الفلوس مش كل حاجة، ولكن هي من الحاجات الأساسية. ما تاخدش أي شيء على أعصابك. أنت عايش في مصر. مصر عايزة الشخص البارد اللي ما عندوش ريحة الدم، اللي يستقبل كل حاجة بابتسامة. ما تاخدش أي شيء على حتة ان هو انا مفيش مني اتنين والناس كلها بتضطهدني وانا محور الكون. مفيش الكلام ده. كل ده ليس الا هو افوره من الشيطان هو بيديها لك جوه نفسك. واكتر حاجة هتفيدك واهم شيء هي التقرب الى الله سبحانه وتعالى. احنا كبشر في اختبار. الحياة دي عبارة عن اختبار. الاختبار ده بيبقى عامل زي الامتحان. انت ممكن المدرس يقول لك الحل، بس المدرس بيبقى عايز يشوف اجابتك انت عامله ازاي. ربنا كان قادر يخلي الناس كلها تخش الجنه ومفيش اي حد يتحاسب، بس احنا كبشر نسينا ان احنا اللي بايدينا ندخل نفسنا الجنه، واحنا اللي بايدينا ندخل نفسنا النار. احنا طول الوقت في اختبار ولازم ننجح فيه. قرب من ربنا، اشتغل على حلمك، ما تتنازلش عنه ابدا.
لو حد هبط من عزيمتك ما تشوفوش الا انه شخص حاجه من الاتنين، يا اما قال رايه بصراحه بس بشكل مش كويس، يا اما هو بيغير منك فبيكرهك في الحاجه اللي انت بتعملها. واخر حاجه بختم بيها النصيحه ولازم اختمها بيها حسن الختام، اوعى تصدق حد غير نفسك، صدق نفسك تتصدق. بس كده. انا اتبسطت، انا اكتر يا عمر، واتشرفت، ودي كانت من اجمل الحلقات اللي صورتها. ربنا يخليك يا عمر، حرفيا. ربنا يحفظك ويسلمك. بس كده، اشوفكم في لقاء جديد. بس كده. انا اتبسطت، انا اكتر يا عمر، واتشرفت، ودي كانت من اجمل الحلقات اللي صورتها. ربنا يخليك يا عمر، حرفيا. ربنا يحفظك ويسلمك. بس كده، اشوفكم في لقاء جديد.